شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الخامسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 30 من ديسمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 12 من ربيع الآخر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد يعني بداية خلافة أبو بكر الصديق كما قدمنا تقريبا يعني واجه أبو بكر الصديق إما مرتد أو منع زكاة أو عائد إلى الوثنية أو مدعي نبي كاذب. عندنا مسيلمة الكذاب، عندنا طليحة الأسدي، عندنا سجاح ست قالت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختم الأنبياء والمرسلين، بس الرجالة ما قالش إن في إيه، ما فيش أنبياء حريم، فادعت النبوة. في بعض الملوك في البحرين وعمان، فيعني يكاد يكون العرب جميعا بدأوا إما مرتد أو مانع زكاة، حاشا مكة والمدينة والطائف وبعض القبائل المتناثرة هنا وهناك. فإحنا قلنا أبو بكر الصديق يعني إيه، استعان بمن أطاعه على من عصاه، فكان بدأ يرسل الناس يذكرهم بالله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجابه إلى هذا أمره بقتال أقرب قبيلة ارتدت أو كذا. طبعا احنا قلنا ان هو يعني ايه، في اسماء تألقت في الردة على رأسهم طبعا سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا المثنى، سيدنا عكرمة بن ابي جهل، سيدنا عمرو بن العاص، خالد بن زيد. دول من الاسماء يعني ايه اللي كنسوا الجزيرة بمعنى دقيق. واحلنا على اطلس حروب الردة، الدكتور المغلوس مفرد للردة اطلس كامل، الالوية، المسارات، مين راح فين. فدايما احنا كنا نقول ايه، من تتبعوا، يعني هو كل الناس طبعا يعني صحابه وافاضل يعني ونصر الله عز وجل بهم الدين، لا بس تتبعوا مين؟ خالد بن الوليد. شوفوا في الردة فين المسار بتاعه. بعد الردة هنتكلم دلوقتي على الفتوح، الحركة بتاعته برضه فين؟ على الفتوح. ثم تقريبا في حدود 6 شهور 7 شهور كان جميع الألوية التي عقدها أبو بكر الصديق أدت ما عليه. يعني هو كان يقول له إيه، تروح لغطفان، خلص بنو حنيفة، خلص تلف، خلص تلف، لدرجة إن تلاقي الأسهم ماشية كده. يعني إيه، هو بيتحرك من المدينة لغاية جنوب عند نجد بنو حنيفة أو اليمامة، بعد كده ناس بتتحرك ناحية البحرين وعمان، بعد كده بتلف كده ناحية اليمن لغاية ما يجي كده. يعني هو كأنها صورة منجل كده. خلاص، باقتراب طبعا الناس كانت على أنواع. مدعي النبوة دول أنواع، مدعي النبوة أنواع، في منهم من قاتل حتى قتل زي مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب حتى كاد يقتل خالد بن الوليد في معارك اليمامة. هم اصلا اعداد كبيره، اولي باس وقوه، وكانوا واخدين الراجل على يعني ايه، شارين القضيه بتاعته. الراجل لما سال حد من اتباع مسيلمه فقال له يعني انت شفت كلامه وبتاعه وعارف النبي وامن بيه، فقال له يعني كيف تجرد؟ قال له كاذب، واضح انه كذاب. فقال له طب هتعمل ايه؟ فقال له لا، كذاب ربيعه خير من صادق مضر. يعني ايه، يعني لا ده بتاعنا برضه، يعني الكذاب بتاعنا، لكن محمد مش صلى الله على محمد مش من ربيعه. خلاص، ففي ناس ايه كملت معاه للاخر. لكن سيدنا خالد بن الوليد يعني استطاع بعد جهد جهيد لقتله. هو طبعا مش سيدنا خالد بن شخصه اللي قتله، جيوش خالد بن الوليد. هو حاطه في معركه مشهوره اسمها حديقه الموت، الحصن ليهم في اليمامه، حصرهم فيه. اللي قتلوا وحش، قاتل سيدنا حمزه، اسلم هو حسن اسلامه، قاتل في حروب الردة. و بانتهاء زي مسيلمة الكذاب خلاص سجاح. بيقولوا في ناس بتقول ان هو يعني بتقول اقلعت عما فيه وعادت. طلحة الأسدي قطعا اللي هو مدعي هو تاب وحسن اسلامه وشارك في الفتوح بعد كده.
الأسود العنسي قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذوي التيجان سواء البحرين أو عمان أرسل لهم جيوش فيعني قامت معهم بالواجب. فبدأت الناس يعني تتقرب لسيدنا أبو بكر الصديق ويرسلوه. قالوا له خلاص احنا فهمنا وبتاع. فقال لهم ليس لكم عندي إلا حرب مجلية أو سلم مخزية. فقالوا له أما الحرب المجلية فقد علمناها. واضح لسه أهو خالد كان هناك وإحنا أدركنا الموضوع. فما السلم المخزية؟ قال السلم المخزية واحد قد تشهدوا أن قتلكم في النار وقتلنا في الجنة. ما كانش عشان ما يجيش حد بعد كده يقول لي لا ده احنا كان خلاف وكنا مش، لا ما كانش خلاف. قد كفرتم بعد إيمانكم، انتوا اللي كنتوا عاملينه ده، فأن تشهدوا أن قتلكم في النار وقتلنا في الجنة. واثنين ولا تحملوا يعني سيوف ولا تركبوا الخيل حتى يري الله خليفة رسوله فيكم أمره. لا تتحركوا في مجموعات كبيرة معها سلاح ولا تركبوا ظهور الخيل لغاية ما نشوف أعمل معكم ايه. خلاص. وتدفعوا ديات اللي قتلتموهم، كل الناس اللي قتلت كمان في القتال تدفعوا ديات. فكان ممن شهد هذا الواقع سيدنا عمر بن الخطاب، فقال له يعني قد سمعنا منك، وأما أن قتلهم في النار وقتلنا في الجنة فنعم، وأما أن لا يركبوا الخيل فنعم، وأما أن يدفعوا الديات فلا. فده كان قتال في سبيل الله، ففي الجهاد ما فيهوش كده. فنزل أبو بكر الصديق على قول عمر بن الخطاب وأذعنت الناس لأبو بكر الصديق. في هذه اللحظة يطلع بقى الثمرة الإيجابية للي عملوه بقى الصحابة، إن الفترة دي كانت فترة تدريب وكانها تدريب مكثف. يعني الناس اللي شاركت قيادات الجيوش وجيوش أبو بكر، الناس وكأنها حالة ممارسة قتالية شديدة جدا. فالناس وهي على هذه الحالة خلاص، وقد أذعنت الجزيرة لأبو بكر الصديق كده، خلاص عاد الأمر وكأنه على الصورة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فتبقى الملف الخارجي. فأذن أبو بكر الصديق لأمرائه في الشمال الغربي ناحية المناذرة، وفي الشمال الشمال الشرقي ناحية المناذرة، والشمال الغربي ناحية الغساسنة، بأن ينزاحوا في بلاد فارس وبلاد الروم. طبعا عندنا هنا فارق ضخم، فوارق أولية مع فارس والروم. واحد، ان المساحات اللي هيتحرك فيها المسلمين في الروم، الشام اللي هي الأردن حاليا وفلسطين وسوريا ولبنان، المساحة دي أنها ليست من صلب أرض الروم، دي مستعمراتهم الخارجية. فالعرب لما حاربوهم في أراضي شبه عربية، لأن الغساسنة دي ملوك عرب بس متنصرين وخاضعين للروم من ناحية الحكم. حلو كده. أما الفرس فدي تقريبهم منطقة نفوذ متصلة مع العاصمة بتاع مراكز الحكم بتاعتهم. يعني احنا كده المسلمين أول ما يخشوا ناحية العراق احنا كده في أرض فارس. فالمسلمين هم بيحاربوا فارس طول الوقت كانوا بيحاربوا على أرض فارس، فكان القتال قتال نهائي. الروم كانوا بيقاتلوا في أحد التخوم الخارجية، فلو خسروا عادي، ما الناس بترجع للقسطنطينية وأوروبا. ففي فاصل مائي كبير جدا هو البحر المتوسط، وده طبعا هيحفظ الروم فترة طويلة جدا لغاية ما هم يعيدوا الكرة مرة أخرى على المسلمين في مراحل زمنية مختلفة. تمام. هاي الأمراء اللي هم ناحية العراق منهم خالد بن الوليد وسيدنا المثنى وغيرهم، هيقول لهم خلصتوا عندكم في مرتدين تاني، مانع زكاة عندك كده تاني؟ لا. هيقول له تبدأ بقى تتحرك ناحية العراق فارس. لا الأول فارس، سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا خالد بن زيد الناحية التانية. خلصت عندك كمل ناحية الشام. اللي هيعرف يعني حاجة اللي هيعمله خالد بن الوليد سيدنا المثنى هيبقى ما يعرف شبه بحرب أسواق. يعني هو الرجل طبعا الفرس قوة ضخمة ومدن وحضارة كبيرة، والعرب مش بليسوا بالقوة ولا بالعدد الكافي، وهم أصلا في مشكلة قبل كده كمان إن هم أصلا بيخافوا من الفرس في الجاهلية من الناحية الحضارية، أصلا بيخافوا منه. فكان العربي أكره الوجوه أن يلقاه الفارس، ولم يرتطم العرب بالفرس أبدا في الجاهلية إلا مرة واحدة والعرب كسبوا، اللي هي ذي قار. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حصلت يعني قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قرب نبوته يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أول يوم تنتصف فيه العرب من الفرس.
ان هو فكره العربي نفسه من جواه الفرس ده بالنسبه له حاجه ايه؟ حاجه كبيره. ولسه مع النبي ما احتكوش بالروم غير مره واحده في تبوك في مؤتة وخسروا. فاحنا لسه بنجرب حاجه جديده هنا. هتبدا في ملك فارسي جه واجتاح جزيره العرب اللي هو كان اسمه ذو الأكتاف. في انهي عصر؟ في حد خسر مباشره ان هو ذي قار العرب اللي هم بكر بن وائل كسبوا الفرس. ايوه بس هو كان قبلها كانوا ذو الأكتاف ده يعني دخل كان قرب يميل العرب من كتر ما قتل العرب. قول لي التاريخ. مش فاكر التاريخ. ممكن يكون قديم شويه. ممكن يكون قديم شويه. حتى الاسرى بياخدهم يربطهم من دراعاتهم في السماء. ما انا بقول لك ممكن يكون ده بس قديم شويه، لانه قبلها بشويه كان خلاص في ملك القار، يعني المناذره والغساسنه خلاص في ملوك عرب اصلا خاضعين لفارس، فما فيش حد ليه احتكاك مباشر بالجزيره. ممكن يكون بدري شويه، ده وارد ان يكون ده. انا حتى بص عليه تمام، هنشوفه في الايام، لانه يعتبر في ايام العرب، لو حتى لو خسروا بيكتبوه بيروه يعني من تاريخهم الشفوي يعني. تمام. سيدنا خالد سيدنا المثنى هيبداوا حرب اسواق، خشوا جوه المدن، يعملوا اغارات سريعه، ياخدوا غنايم ويتحركوا من بلد لبلد. برضه المتتبع اللي يصير سيدنا خالد بن الوليد هو لسه مخلص حروب الردة، هو ما قعدش كده، مكمل برضه ايه حرب ايه المدن اللي تناول المساحه دي. طبعا اطلس احمد عادل كمال اللي كنا حن عليه قبل كده، اللي هو اطلس الفتوح، طبعا مغطي النشاط العسكري نشاط تغطيه ممتاز. احمد عادل كمان. في المقابل في الشام اطلس الفتوح الاسلاميه. في المقابل في الشام سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا خالد بن زيد بيقوموا بنفس المساله، بس الفارق الاساسي ان الروم المساحه اللي قرب منهم العرب كانت مساحه هم حاطين فيها قدر ما من الحصون ومتاهبين شويه في المساحه دي. الفرس المساحه دي كان مساحه بينهم وبين العرب صحراء، فهو مش حاطط فيها اي حاجه، هو مهتم فوق شويه لما يقرب من الروم، دول الناس اللي كان في قتال وحضاره ممكن يخاف منها. غير كده لا، وده نفع جدا العرب في الانزياح داخل بلاد فارس لغايه ما ايه وقعوا، ده اللي سرع بسقوط فارس، لان ما فيش اي حواجز ولا حصون في المساحه اللي اتحرك فيها العرب. تمام. هتظل حركه المسلمين داخل الارض المفتوحه تقريبا سنه ونص في خلافه ابو بكر الصديق. يعني ابو بكر الصديق هو اللي بيعقد الالويه، هو اللي بيجهز الجيوش لغايه ما هيكون المسلمين. واضح ان البلاء اللي قبلوه داخل الفرس ممتاز جدا، بس لسه لم تقع معارك كبرى مع الروم، لسه مع الفرس، لكن خدوا كم حصون ضخم، مدن كتير، عملوا عمليه تخريب ضخمه جدا في الداخل. واضح ان الفرس لسه مش عارفين يتعاملوا مع الظاهره دي، لانه اول مره العرب تعمل معاهم كده، اول مره، ومش اي حد من العرب. سيدنا خالد بن الوليد سيدنا المثنى جوه، يعني هو بيلعبوا جوه المدن، فالمساله كانت ايه ممتعه جدا. سيدنا خالد بن الوليد بياخد حركه 8000 واحد بيتحرك بيهم، اللي يشوف الخريطه يحس ان هو كانوا راكبين طيارات، يعني البلد دي هنا ودي هنا، يقول لك خد دي وبعد كده يبقى ظهر هنا، بعد كده رجع هنا، بعد كده دخل الصحراء، بعد كده طلع لهم هنا، هو مش عايز يتمسك لانه القوه اللي معاه مش كبيره، بس هي حرب ايه، حرب خفيفه وحرب اسواق. يخش عارف البلد دي سوقها يوم كذا داخل السوق غنايم وبتاع وماشي، طير وراه راح واقف في الناحيه الثانيه، اول ما يزنوه راح داخل الصحراء وطلع رجع تاني. فالعربي مهم جدا، ودي حتى في الفكر الاستراتيجي العربي العام تلاقيه جنبه صحراء، يعني ايه بلاد في بلاد، لا مش حلو. حتى سيدنا عمرو بن العاص لما دخل مصر تلاقيه ماشي مع الظهير الصحراوي، اي حته فيها ما يخشش جوه المدن الكبيره، يمشي جنب الصحراء. ليه؟ اتزنقنا تعالوا انا كعربي الصحراء بالنسبه لي شيء لطيفه جدا، لكن المدن هتقفش. يعني في المدن اول حاجه العدد يبان، ثاني حاجه انا يعني مش انا ما عنديش حاجه زي كده هناك. كان الصحراء حلو الصحراء لطيف. ما اعرفش كنا حن عليه قبل كده ولا لا، كان في واحد عسكري سوري كان عامل موسوعه في الفكر الاستراتيجي العسكري من فتره الفتوح
وبعد كده الدوله الراشده والامويه وغيره اللي هو بسام العسلي. حلنا عليها كده موسوعه فن الحرب. ده عقيد او مقدم يعني عسكري سوري، وراح عمل في مجلدين الفكر الاستراتيجي والعسكري. ليه سيدنا خالد دخل المدينه دي قبل دي؟ ليه خد انهي تشكيل؟ فتح قواته بأنهي طريقه؟ من ناحيه الاستراتيجيه، من ناحيه الجغرافيا، من ناحيه هو راجل عسكري اصلا ودرس، هو سوري ودرس بره وبتاع، وعمل مجلدين. فالناس استحسنت جدا ده، فقالوا له طب ما تكمل التاريخ الاسلامي كله. فكمل بعد كده ايه الدوله الامويه والعباسيه والاندلسيه والعثمانيه، كمل. فبقى عندنا موسوعه فن الحرب اللي هو الفكر الاستراتيجي والعسكري لحركات الفتوح والقتال الاسلامي كله، اسمه بسام العسلي، طبعا دار الفكر. تلاقوه موجود PDF 5 مجلدات او 6 مجلدات كبار. من المجهود هو واحمد عادل كمال بصراحه عاملين، يعني احمد عادل كمال في سلسله اللي هي استراتيجيات الفتوح الاسلامي واطلس الفتوح الاسلامي، وبسام العسلي في فن الحرب، مغطين مساحه نادر ما حد يتكلم فيها. ميزه بسام طبعا ان هو رجل خلفيه عسكريه، فكلم كلام دقيق جدا. فوضع المسلمين في الروم وان كان بداياته شبه العراق برضو، سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا خالد، بس الشام غير. الشام اول حاجه رفيعه، يعني العراق كان بيحرك في مساحه كبيره، حتى مساحه الشام قوات تقدر تحتشد بسهوله. فهم اول ما كده بداوا يحشدوا قوات ضخمه وبداوا يتتبعوا سيدنا عمرو بن العاص، فبدا ينسحب للجنوب. وهو بينسحب بدأ يرسل رسائل سيدنا أبو بكر الصديق، قال له يعني الجيوش دي بدأت تحتشد، واحنا لو استمرنا بالطريقة دي فيعني ايه. فبدأ يحتشد لهم في مدن. هو طبعا سيدنا عمرو بن العاص من العقليات برضو العقليات العسكرية والسياسية الضخمة جدا، لغاية ما اختار أماكن معينة يقدر فيهم ايه، يقدر يعمل تمركز وتجيله قوات، وقريب برضو من هو ان هو لو عايز ايه يمشي. وسيدنا أبو بكر الصديق أمر سيدنا عمرو بن العاص قال له ايه، ابدأوا تحتشدوا. طبعا هو كسبهم مع بعض المعارك القويه والكبيره سيدنا عمرو بن العاص، وفي مساحات انسحب ما رضيش يحارب، قاعد يعمل مناورات لغايه ما انسحب. فبدا سيدنا ابو بكر يعمل توازن، يشوف القوات الكافيه في العراق، يقول لسيدنا خالد بن الوليد روح من العراق اعمل امداد فين؟ في الشام. السؤال كويس. احنا هنا بنتكلم على صفوه عربيه، يعني سيدنا خالد بن الوليد ابوه وسيدنا عمرو بن العاص ابوه، دول صفوه المجتمع العربي من ناحيه التجاره، من ناحيه الخبره، من ناحيه الفنون. وهم العربي بحكم طبيعه العرب فرسان، فهو ده يجتمع ده مع موهبه، مع خبره، مع اخبار يسمعها، مع سفر، مع بتاع، يجتمع في الشخصيه في الاخر اللي بتطلع لك ايه. طبعا ده ناهيك عن المساحه من ساعه ما اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحروب الردة. يعني هو ايه ليه اكتر مثلا داخل له على كام سنة دلوقتي، 10-12 سنة شغال ايه، مقاتل صاحي نايم، بيفكر ايه، بيفكر احارب ازاي، اكسب ازاي وبتاع. فتشكل ده. عشان كده دايما احنا بنقول الملكات بتسبق تدوين العلوم، يعني دي ملكة لما اتكتبت طلعت كده. العسكريين بحكم الخبرة هو اللي يقدر يحلل لك ده. انت لما تقري السيره يقول لك راحوا البلد الفلانيه، وبعد كده ماشي تمام ربنا يوفقهم، ماشي ربنا يوفق. يعني انا مش عارف الثاني العسكريين ده قريتها كذا واحد تلاقيه ايه يقول لك مثلا يروح دي ولا دي، يقول لك لا اللي المفروض هنا يروح الحته دي الاول، يعمل 1 2 3 4، والموسم ده كان مثلا الصيف يبقى ما يعملش كذا ويرجع كذا. يعني هو بيقول لك هو الراجل اللي كان بيفكر ده مش مجموعه فرسان وبيطيروا كده في الدنيا، لا هو بيفكر في حاجه معينه. طبعا في معارك كبرى يوصف لك المعركه، يقول لك هو عمل انهي تشكيل وليه التشكيل ده، لو كان عمل غيره بالعدد اللي معاه ده كان هيبقى وضع سيء جدا. ويقول لك معركه خسرها المسلمين في الفرس، يقول لك بص التشكيل اللي خدوه كان سيء جدا لانه ساعتها عمل كذا كذا كذا، هنا هو عبر الجسر ده غلط، هنا المفروض كان يقعد يعمل التمركز بتاعه هنا ويعمل ينشر قواته بالطريقه الفلانيه. احمد عادل كمان يزيد يجيب لك القبائل عددها، عدد اللي شاركوا كام واحد، وده عايز تتبع غير عادي.
لكتب التاريخ والسير والتراجم المفردة عشان تعرف ان قبيلة كذا حاربوا، مع الكلام يقول لك كان لا ده فلان وفلان فعدد، لغايه ما يجيب لك نسب قرب الدقيقة. فعشان كده انا العملين بالنسبة لي يعني كل واحد فيهم يعتبر دراسة يعني يكاد يكون نادرة في الباب ده، يعني نادر ما نلاقي حد عسكري ويكون ايه يعني مهتم بالمساحة دي ويكتب كلام عدل يعني. احمد عادل كمان ليه سلسلة اسمها استراتيجيات الفتوح الاسلامية، اللي هي الطريق الى القادسية، فتح مصر، فتح الاسلامي لمصر، الطريق الى الشام، الطريق الى المدائن، 5 أو 6 اعداد، معظمهم موجودين على الانترنت، في واحد ولا حاجة نادر. واطلس الفتوح الاسلامي طبعا سبب عدم شهرته احمد عادل كمان لانه بينتمي للاخوان المسلمين، فطبعا الناس بتكش ان هو ايه الاطلس. طبعا ومترجم، هتلاقيه على الانترنت، بس هتلاقي النسخه الاردو، الاطلس مترجم اردو، فهتلاقي النسخه الاردو على الانترنت. العربي لا، هتلاقيه في دار السلام وبيبقى غالي شويه لانه بيبقى ورق مسقول وقطع كبير. الاطلس الفتوحات لا عايزه نعبشه، يعني حد ايه يقعد يسلي في الازبكيه بتاع، لان بس هو معظمهم موجودين بي دي اف، معظمهم 1 أو 2 هم اللي نادرين على الانترنت. الفتح الاسلامي المصري اظن موجود، الطريق الى القادسيه موجود، الشام موجود، اظن بتاع المدائن او حاجه ثانيه هو اللي ناقص، مش متوافر بسهوله على الانترنت. وبس زي ما احنا قلنا هو عسكري اصلا، هو عسكري سوري. طيب باحتشاد الروم لمعركة كبرى مع المسلمين في الشام وبدء حشد القوات الإسلامية، وطلب سيدنا أبو بكر الصديق من القوات دي ان هي تحتشد حتى اللي في العراق، يروح يعمل امداد للمسلمين في الشام. كان توفي سيدنا أبو بكر الصديق وقد عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في بداية الأمر طبعا الناس كانت مشفقة جدا على تولية عمر بن الخطاب، يعني الناس كانوا ايه مش عايزين عمر بن الخطاب، لأنه وكلموا كذا، وحتى كلموا سيدنا عبد الرحمن بن عوف قالوا له كلم أبو بكر بلاش عمر حد ثاني غير عمر. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب يعني كان مهيب، ويعني مش سهل في التعامل. مش سيدنا أبو بكر الصديق برضه ينفع حد ينفع تتكلم معاه بتاع، يعني كان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لا كان صعب، فكانت الناس خايفة منه فعلا. فحتى في الرواية المشهورة لما دخل على سيدنا عبد الرحمن بن عوف، دخل على أبو بكر الصديق فيعني نرفزه او حاجه زي كده، فاعتدى ليه، وكان مريض سيدنا ابو بكر الصديق في اخر حياته. قال ابي الله تخوفونني، والله لو سالني الله عز وجل فاقول يعني وليت عليهم خيرهم. انتوا بتخوفوني بالله تخوف، يعني انا تقولوا لي ولا الناس كانوا يقولوا له اتق الله تولي علينا عمر، تعمل ازاي؟ بلاش عمر لانه سيدنا عمر الخطاب واضح من سلوكه من ايام النبي ان هو ايه المساحه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من بصوا سيدنا اظن سيدنا ابو هريره اظن او سيدنا انس مش فاكر مين فيهم، كان النبي قاعد، انتوا عارفين لو عندكم تصور لبئر ماء ليه صور كده، فممكن واحد يقعد عليه ينزل رجليه. فالنبي في يوم قاعد كده، وقاعد في لما واحد يروح يقعد على بركه ميه، يقعد على كورنيش حاجه كده، وقلع النعل بتاعه، فادى النعل بتاعه سيدنا انس او سيدنا ابو هريره وقال له ايه خد النعل بتاعي، وما من احد تلقاه من المسلمين الا بشره بالجنه، بشره بالجنه. فهو مع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماشي، فلقي ابو بكر الصديق فبشره بالجنه، ماشي ايه خلاص. وبعد كده قابل مين؟ عمر بن الخطاب، فقال له ده قد ضرب ووقعه، قال له هات النعل، هاته، راح واخده قال له قدامي روح. كانت حمق وبيبكي بكاه وراح فقال له انت يا رسول الله اعطيت هذا نعلك وقلت له كذا يعني يا عم انا قايل لك النبي قايل لي وبتاع. فقال نعم. قال لا يا رسول الله لا تفعل،
اذا يتكلوا. فالنبي سكته وبتاع وقال له خد النعل الدين النبي وبتاع. فهو ايه، شوف اللقطه شكلها ايه اللي هو ايه، لا فده لما تخيل مع الصحابه كده وهو اصحاب النبي وهو عارف فضلهم وعارف فهيبقى مع احد الناس شكله ايه النبي قاعد صلى الله على محمد. فالمساله هتبقى ايه، لا الاثر المشهور لما قال لسيدنا عبد الله بن عباس قال له تعالى لي بعد العصر عايزك في البيت وهو خليفه. سيدنا عبد الله بن عباس راح له بعد العصر، خبط على الباب مره ما ردش، مره ثانيه ما ردش، مره ثالثه ما ردش، انصرف. اما صحيح عمر بن الخطاب قال لهم ما جاش عبد الله بن عباس، كان الوقت عدى ساعه مثلا اكتر، فقالوا له لا ما جاش. ايه ده، انا مش قايل له تعالى لي بعد العصر. فبعت له واحد قال له قول لعبد الله بن عباس يجي لي، فجاله. فطبعا واضح ان هو بيقول له يعني انا لم اخبرك ان تاتيني. فقال قد اتيت يا امير المؤمنين. قال ويحك كيف اتيت لما انا نايم؟ قال يعني استاذنت 3 مرات كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجب فانصرف. قال ويحك ومتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ انت سمعت النبي قال كده؟ قال والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال لا والله لا اقبل منك يعني او لا تخرج يعني قال له يعني هعاقبك او حاجه زي كده حتى تاتيني بمن يشهد لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. سيدنا عبد الله بن عباس وشه صفر ودمه هرب. بيقول له انت بتكذب على النبي؟ مين قال لك كده؟ لا ما سمعتش النبي يقول كده خالص. لا لو اعمل فيه بعدها اروح فين طيب؟ فراح ايه سيدنا عبد الله عباس، فراح وهو حالته بهذه الحاله دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين. فقال يعني عمر. فجاء له سيدنا ابو سعيد الخدري قال له مالك؟ فقال عمر بن الخطاب فعلت كذا وكذا وحكى له القصه. فقال يعني اما انا لعمر يعني ان يكف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله لا يقوم معك الا اصغر القوم، اصغر واحد مننا من الانصار يوم، لان احنا عارفين الحديث ده. قال له انت سمعت النبي يقول كده؟ قال له تروح معاه. وطبعا هتتفهم ان هو مش بعت لك واحد كبير ولا صحابي كبير ولا احد من الانصار كله، لا جيب اصغر واحد فينا سمع النبي يقول كده. قال له تروح معاه تقول له ان النبي ساعات وقول له. فلما قال له كده فسيدنا عمر الخطاب يعني لان وقال يعني انما سمعت حديث عن النبي فاستوثقت. يعني هو طبعا في ناس كتير جدا في الكلام عن فقه عمر بن الخطاب يقولوا لا عمر كان يعرف الحديث، بس هو كان عايز يعلم الناس ان هو لا يقول اي احد اي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق، اللي هو الاستيثاق. بل علوم الحديث والمصطلح متخذه من سلوك الصحابه وعلى راسهم عمر بن الخطاب، اللي هي فكره ايه؟ لا تقول لنا مين اللي قال لك الكلام، انا سمعته هات واحد تاني. هي فكره ايه؟ فكره الاستيثاق. فهو اللي شكله كده بقى مع الناس فلا ده يتقلق منه. فطبعا يعني حتى هو في اوائل مما دعا به عمر بن الخطاب يعني اللهم اني شديد فليني، اللهم اني يعني اللي هو يعني انا بالفعل سبحان الله لما تولى الخلافه سبحان الله اللي هو مش لين، لا يعني بس ايه لين الشفقه على المسلمين. يعني هو ايه، هو مشفق فعلا على المسلمين وخايف من الله عز وجل. يعني حتى مره قال لهم على المنبر قال لهم والله لولا الاخره لكان غير ما ترون، لولا الاخره لكان غير ما ترون. يعني انا لولا ان انا عارف ان انا هتحاسب كنت عملت فيكم حاجات ثانيه مختلفه خالص، بس انا عارف ان انا هتحاسب فهو ده اللي ايه، هو ده اللي مخلي يعني التزم فيكم العدل او كده. اتفضل. في الموقعات اظن انا مش فاكر سيدنا ابو هريره او سيدنا انس بس ممكن افتكر لك، يعني ممكن نشوف نراجع الروايات. لكن هو الراجل ضربوا ووقعوا وبكاه وخدوا الصحابي اللي سمع عمر الخطاب سمعوا بيقرا بقراءه غير القراءه التي اقرا بها النبي صلى الله عليه وسلم عمر. فقال له لان هو بيصلي كنت ما هممتي همسكه خلص صلاه وحرسه من هدومه كتبه وقال له اللي انت كنت طب ما تقول بالراحه. خده متكتف كده طب سيب لا خده لغايه النبي قال له اسمع ده انا سمعته بيقرا فقال له اقرا يا عمر فقرا قال هكذا نزل. تاني قال له هكذا نزل حديث الاحرف السبع. لكن الشاهد ان هو لا يعني المود ده صعب في التعامل في العموم. الناس يعني عشان كده في ايام عمر الخطاب كانت الناس فعلا
مش بسهوله. سيدنا عثمان مع عفان قال لهم كده، قال لهم اما انا فقد لنت لكم، اما ناس بدات تخرج على عثمان وتتكلم فيه، قال اما انا فقد لنت لكم، اما عمر فقد علاكم بالدره. يعني كان اي حد بيكلمه بيضربه. كان هو سيدنا عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب في خلافه عثمان، لما الناس برضه تكلمت في عثمان قال والله لقد فعل عثمان اشياء لو فعلها عمر ما قام له منكم احد. ليه؟ لان عمر ما كانش فكره اللي هو ايه عشان انت تعرف تكلمه، لا مش بسهوله. سيدنا عبد الله بن عباس قعد سنه كامله عايز يساله سؤال، سنه عايز خايف لانه كان بيضرب. هو عمر كان فعلا بمثابه يعني ايه اب صعب، هو رحيم جدا وشفوق جدا، لكن لا ومن عشان هو زاهد لدرجه يعني ما ينفعش حد يزود عليه، يقول اصل ايه لا اكل ولا شرب ولا فلوس ولا ولا عباده ولا بتاع، يعني على الشعره. فكان يعني يخوف اللي هو ايه لا بلاش عمر. بلاش يعني انا هقول كل حاجه بس بلاش. طبعا سبحان الله العظيم ده من ناحيه، وفي ناحيه ثانيه يبدو ان هو ارق من ابو بكر في مسائل. طبعا ابو بكر في الرده عمر الاول قال له ما نحاربش، ابو بكر هو اللي يعني اللي كان الراي الثاني. الشاهد في بدايه خلافه عمر بن الخطاب كان الوضع برضه فيه ازمه مشكله. ايه المشكله؟ ان المسلمين وصلوا الوضع حرج في العراق، ووصلوا الوضع حرج في الروم. فالروم بتحتشد لمعركه كبرى اللي هي اليرموك. وعمر بن الخطاب ارتأى من ايام ابو بكر، كان يشير على ابو بكر الصديق، هو كان مستشاره اعزل خالد، رايح صاحي نايم اعزل خالد. ليه؟ عمر بن الخطاب كان عنده حساسيه جدا من الفكره دي، ان الناس تستكن بحد بعينه. فهو مش عاجبه سلوكيات سيدنا خالد بن الوليد، لا في ان هو بينتصر بشكل دائم فالناس هتبدا تفتتن بيه، ولا في سياسته الماليه، انه سامع ان هو ايه ممكن شاعر يمدحه فيديله فلوس كتير مش عارف. فهو عمر بن الخطاب مش يقول له اعزل خالد. لما تولى اول قرار خده راح موقع خالد بن الوليد يتعزل، ينزل جندي في الجيش، عبد الله بن رواحه هو ابو عبيده بن الجراح هو امير الجيش. طبعا الرساله دي هتوصل والمعركه خلاص يعني على وشك ان هي تبدا، حتى سيدنا خالد بن الوليد يعني هيطوي الكتاب ولن يطلع عليه احد لغايه ما تخلص المعركه. ليه؟ لانه ما ينفعش كان يغير، لانه هو اللي حاطط الخطه وهو وابو عبيده تحته في الاماره، فما ينفعش يقلبها دلوقتي. خلص طبعا اليرموك من ايام الله المشهوده في الارض. المسلمين في اصح الاقوال ما كانش يزيدوا عن 36,000 بني ادم، والروم في ما يقلوش عن 200,000 بني ادم. ده الجيش؟ جيش المسلمين ما يزيدش عن 36,000، جيش الروم ما يقلش عن 200,000. والمسلمين اوقعوا بهم وقعه شهيره جدا. اليرموك يعني سيدنا خالد بن الوليد طبعا اليرموك كم الكتب ده غير ده. يعني في واحد جنرال باكستاني عامل كتاب كامل عن سيدنا خالد بن الوليد مترجم للعربيه، من الحاجات اللي بيقفوا عليها كتير جدا اليرموك. ليه؟ لان دي معركه كبرى، يعني ايه الروم جايين مش حرب مدن، ده انا محتشد وجايب لك جيش وجايب لك قياده يعني عامل كل حاجه وانت احتشدت. العرب كانت لا تسمع ابدا بان في حاجه و1000 دي 30,000 جيش تحارب، فلا دي كان جديد. وان انت بقى من ناحيه التكتيك ومن ناحيه الاستراتيجيه ومن ناحيه ان انت توازن العدد ده وتحارب، لا ده كان يعني. والمسلمين زي ما كانوا بيخافوا من الفرس برضه بيخافوا من الروم، بس المره دي اول يعني هي ليس من راى كمان سامع، انت اول مره تحاربهم حرب حقيقيه. الروم انت تسمع العربي كان يسمع عن الحضارات كده سماع خير بس يعني، فالمره دي جاي انت هتحاربهم وش لوش. فرق التسليح مختلف تماما، فرق العدد، فرق القتال، دي حضاره بتحارب ليها آلاف السنين بيحاربوا بعض. فالوضع مش مجرد ان المسلمين حاربوا معركه، لا غير ثبات القلوب. ان الناس طبعا من لطائف اليرموك ان قتل فيها 100 واحد من البدر، يعني 100 واحد من اللي ادركوا بدر لحقوا اليرموك، اللي هو يعني فعلا اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صدقنا. يعني هو فكره ايه؟ شاف
شاف دي وشاف الخندق وشاف دي وشاف دي وشاف دي ولحق الفتوح وحارب الروم. مش كده في شهادات كثيره جدا اللي هو ان الناس هو ده يعني احنا لانه اما النبي صلى الله عليه وسلم فقبوا عليهم في الخندق فتح كنوز كسرى وفتح الروم. فلما انت تشوفه في حياتك يعني انا شفت بدر واحنا 300 بني ادم، انت واقف هنا انتوا بتعملوا ايه؟ والله احنا في جيش بيحارب فارس هناك وفي جايين دلوقتي جايين بننكد على الروم هنا، وهم كانوا قبلوا بلاء حسن جدا في الفرس. فالمساله لا مساله فعلا من ايام الله يعني. طبعا يعني من الروايات وان كانت روايه هامشيه او جزئيه في الموقع، لكن سبحان الله العظيم يعني لما الله عز وجل بيأذن شيء من الوقائع المشهوره في قتال خالد بن الوليد مع الروم، ان استدعاه حد من الجند الروم في وقت ما فيش قتال، فراح قال للجيش المسلمين قال لهم انا عايز اكلم خالد بن الوليد. فجاله فقال له انت فعلا انت النبي بتاعك اداك سيف ما بيكسرش وما بتخسرش بيه ابدا وبتاع. فقال له لا، قال له انا سيف الله المسلول. هو سمع السمعه وهو ما بيخسرش، فان خالد بن الوليد ما خسرش ولا معركه لا في جاهليه ولا في اسلام، مع عرب مع فرس مع روم اللي هو نكد على الجميع الراجل الحمد لله رضي الله عنه. فقالوا لا انا سيف الله المسلول، ده النبي قال لي سماني كذا كذا. قالوا طب انتوا ايه يعني انتوا كمسلمين يعني ايه الاسلام؟ فقال له احنا كنا اهل وثنيه وجاهليه وكفر وكذا، ثم بعث الله عز وجل فينا رسولا منا فامرنا بتوحيد الله عز وجل وقال له شعائر الاسلام وبتاع. فقال له اذا ذهبتم بالسبق وانتوا اسلمتوا في الاول وشفتوا النبي وهو وحاربتوا معه وتوفي وحملتوا الرساله، فخلاص قال لا ان اسلمت قد او كان لك اكثر مما كان لنا. فقال له وكيف؟ فقال قد راينا من الايات ما على مثله امن الناس، يكفي ان احنا شفنا النبي وشافوا تنزيل القران وشافوا، اما انت فانت تؤمن بالغيب فتساوي اكثر من اللي. فانتقل الى جيش المسلمين وقاتل معهم الروم وقتل، اللي هو جرجيس مشهور جدا الواقع ده جاي. الراجل ده مكتوب في علم الله السابق ان هو شهيد، بعد يقول لك اسلم ودخل الجنه ولم يسجد لله سجده واحده، هذا تحول كده حارب مات خلاص. حتى الان يقع ده من عجائب قتال المسلمين مع الكفار في التاريخ المعاصر. في افغانستان وفي العراق في جنود امريكان اسلموا وحاربوا مع المسلمين ضد امريكا في العراق وفي افغانستان. اللي هو انا لسه جاي اسلم حول انتمائه وحارب. فده يقع سبحان الله العظيم يعني الاقدار تمضي لما الله عز وجل يكون يعني ايه يشاء باحد خير يعني. عليكم السلام. الشاهد بعد كسر الروم في اليرموك بدا الامر وكانه مقاومه الروم لم تستطيع ايقاف العرب داخل لا الشام، ويبدو ان المساحات الاخرى الروم بيقدروا ينزلوا الارض ازاي. يعني هم الروم في اتصال بري بينهم وبين الشام، دي مشكله المسلمين كسروهم في اليرموك. اقدر انزل على الساحل واقدر انزل على ساحل مصر واقدر انزل على ساحل برقه، كل ده ايه روم. فالقيادات اللي حاربت معظم الحروب الاولى سيدنا عمرو بن العاص كانوا يرتأوا ان المسلمين يجب ان يدخلوا مصر، لازم ياخدوا مصر ووقفوا قدره الروم على الانزال على الارض، محدش ينزل عارف، ويعملوا خط الحصون على الساحل. لا الروم اللي احنا بنتكلم عليهم وقتها ساعتها كانوا في تركيا دلوقتي، اللي هي اسطنبول اللي هي قسطنطينيه. والعراق مش العراق بس، العراق وارمينيا واذربيجان اللي هي اسيا الصغرى وجزء كبير من ايران دلوقتي وحته من افغانستان. طب انا اعرف الحاجات دي ازاي؟ انا عايز اعرف الخريطه. شايفه الخريطه اللي قدامك؟ شايفه الامبراطوريه الساسانيه؟ دول الفرس. عايزه توقعيهم على خريطه حديثه، شوفي اطلس التاريخ الاسلامي بتاع حسين مؤنس.
هيبقى مفيد جدا ليكي في ادراك الشكل الخريطه، مين بيتحرك فين. وطبعا اطلس عادل يعني هيوريكي اللي احيانا بيزيد عليهم وبيجيب صور معاصره. المغلوث، سامي المغلوث، يعني مثلا خلافه عمر هيجيب لك الفتوحات اللي وقعت، هيجيب لك المعركه ويقول لك البلد دي ايه اسمها ايه دلوقتي، ويجيب لك صوره فيها دلوقتي. يعني هي البلد ايه قديما كذا، اسمها ايه زمان كذا، دلوقتي اسمها كذا، يجيب لك صوره دلوقتي ليه. دي اضافه المغلوث اللي بيعملها. طيب، فواضح كده ان المسلمين بالذات قادة الفتح العسكريين زي عمرو بن العاص ان هم النيه منعقده ان احنا ايه عايزين حاجتين، ان احنا نوقف انزالات الروم على السواحل في الشام، فده لن يتأتى غير ان احنا الشام الساحل نحكم قبضتنا عليه وناخد الجزر. طبعا ده في الاستراتيجي هيبان جدا في الكتب بتاعه الاستراتيجيه، اللي هو انا كسبتهم هنا دلوقتي، بس انا عايز اكسبهم دلوقتي وعايز امنع من استردادهم للاراضي اللي انا خدتها. ففين نقاط القفز الاستراتيجيه اللي انا لو خدتها همنعه من ده. فانا عايز طبعا ده خلاصه الكلام ان انا هاخد الساحل واخد الجزر واوقفهم في مصر واوقفهم من الانزال على الساحل الافريقي كله. الغريب ان المسلمين هيعملوا كده بالفعل، عشان كده الناس ما يتصورش ان هو الموضوع كان يعني كده، لا ده هو راح خد مصر وقفهم في اسكندريه، خد الحتت الاساسيه وراح متحرك، خد برق، بعد كده راح متحرك. في خلافه سيدنا معاويه هتلاقي المسلمين راحوا تونس مره واثنين والروم ينزلوا لهم من البحر وترجعوا ثاني ينزلوا لهم من البحر، لما يزهقوا يعملوا ايه؟ هيدمروا قرطاج، اللي قرطاج المينا هيدمروه، هيهدوه كله بحيث ما حدش يعرف يعمل انزالات من الروم. واسسوا عاصمه في الجنوب تحت اللي هي مدن الجند بظاهره المسلمين هيعملوها في كل المناطق المفتوحه. يعني هيختار مكان استراتيجي ممتاز جدا ويبني فيه مدينه حصن عسكري، المدن الجند نقاط قفز عسكريه يتحرك فيها عشان الكتل البشريه الضخمه اللي بتتحرك حواليها دي مش مدن، مش بلاده وما يعرفش الناس. فانا كسرت القوى العسكريه اللي موجوده وبحاول اخلي الروم ما ينزلوش. وانا بتحرك انزل فين اروح فين؟ فانا عايز نقاط حصينه اتحرك عليها. فهيعمل مدن جند حمص، مناطق في الشام، ويجي بعد كده في مصر وعامل الفسطاط وعامل حاجه على الساحل، بعد كده يروح رايح برقه، بعد كده يروح يعمل قيروان، بعد كده يهد قرطاج المدن القديمه ويعمل منطقه بلد تحتها، يقعد يتحرك بهذه الطريقه. قولي ما فهمتيش ايه؟ انا المسلمين دخلت الشام كسبت الروم، عندي مشكله اقعد في البلد دي ازاي؟ احنا قوه فتح، احنا 5000 بني ادم 8000 بني ادم اللي هيقدروا يقعدوا هنا، نقعد فين؟ فبحدد مدينه مكانها الاستراتيجي ممتاز اقدر اتحرك ناحيه اي حته واروح محصنها وعامل حصن، وده يبقى مدن جند. يعني دي منطقه عسكريه مش ما بقاش منزاح مع الناس كده، واتحرك منها. لو رحت مصر وحصل حاجه عايز ارجع تاني، ارجع فين؟ على مدن الجند بتاعتي. عايز امشي من مدن الجند دي انزل اروح الجزيره، اتحرك من هنا ارجع تاني مصر، من مصر اروح برق، من برق ارجع تاني مصر. فلازم احط نقاط. دمروا المناطق اللي ممكن تبقى مناطق انزال زي قرطاج. قرطاج ده ميدان قديم جدا وحضاره غزت روما زمان، لو تسمعوا عن هانيبال غزا من تونس، راح غزو الروم، غزو روما. الشاهد ان الميناء ده ميناء الروم، وهو عشان يعمل انزال على الشمال الافريقي يعمل عليه انزال، وانا المسلمين كل ما بتعملوا انزال بكسبكم. طب ما انا ما خليكوش تنزلوا اصلا. ايه؟ ميناء سفن. ما هو انت الاساطيل العسكريه عشان تنزل تحارب على البر لازم تلاقي مكان تنزل فيه. طب انا لو دمرته مش خلاص قدره الانزال هتقل بشكل كبير جدا، مش هتقدر تنزل كميات كبيره، ولما انت تيجي هعرف ارصدك فتبقى مش قادر تنزل بسهوله على البر وانا اكون احتشدت على البر. فمفيش بقى ده غير ان انا اطير ورا الناس اللي هم يعني اتباعك اللي على الارض زي الملوك الروم اللي هم البربر، هيتتبعهم المسلمين لغايه ما يسلموا ويحاربوا معاهم. يعني لكن هي الفكره احنا بنتكلم على الكونسيبت بتاع مدن الجند والانتقال للنقاط الاخرى. انا كسبت الروم هنا بس مش عايزهم يكملوا، فعايز اخد النقاط اللي بينزلوا عليها جزر، وعايز اخد الساحل في مصر وبرقه واكمل.
ده اللي هيعمله عمرو بن العاص بالفعل. ده اللي هيعمله عمرو بن العاص بالفعل، بس طبعا بجهد جهيد. ليه؟ لانه عايز يقنع عمر بن الخطاب انه يعمل كده. عمر بن الخطاب لما المسلمين كسبوا هنا كانوا خسروا معركه ضخمه جدا في فارس مع معركه الجسر، مات فيها عدد كبير من الصحابه. وعمر بن الخطاب يعني هو كان اصلا مشفق على القتال مع الفرس. ليه؟ هو حارب على جبهتين حضارتين بالضخامه دي. المسلمين قابلوا بلاء حسن، لكن المسلمين برضه عمر بن الخطاب كان كثير حتى يروى عنه انه يقول لو وددت ان بين وبين الفرس يعني جبل لا يرتقى، لا هم يعرفوا يروحوا له ولا نجي لهم، محدش يجي حد. بس هو انا مضطر لاسباب كتير جدا ان انا اكمل اللي انا بعمله. واحد الجانب الديني، اثنين ان انت اللي انت عملته ما ينفعش يتساب. يعني ايه؟ انت جريت شكلهم بالفعل. يعني ما ينفعش ما فيش حته متماسكه اعرف اقف لك. فالفرس كملوا، عشان كده الفرس انهارت وخلافه عمر لسه في اولها. يعني على منتصف خلافه عمر كان ما فيش فارس خلاص بح. هو اللي هيطلع يكون معاه هو كان عايز يخرج بنفسه، لكن الناس قالوا له لا. قالوا له ان انت جيشك ينهزم احسن ما ينهزم جيش خليفه المسلمين يقتل او حاجه زي كده. الروم عمر بن الخطاب قال لهم بس بارك الله فيما رزق. مش الشام خدناها، الروم كده الدنيا ملمومه، هنا في حاجز منا وبين مصر في حاجز مش عارف ايه، ما حدش يتحرك من الحته دي تاني، مش عايز حد يتحرك. وبالذات سيدنا عمرو بن العاص، لانه سيدنا عمرو بن العاص كان ليه تحفز شديد ان هو يتحرك، وعمال يقنعه بحاجتين. هو سيدنا معاويه بدأوا معاويه بن سفيان واخوه وسيدنا عمرو بن العاص بدأوا يتكلموا سيدنا عمر بن الخطاب يقولوا نغزو البحر، ناخد الجزر. عمر بن الخطاب قال لهم طب وصفوا لي البحر كده شكله ايه؟ يعني التفاصيل، قولوا له التفاصيل. فلما قالوا له التفاصيل كانوا المسلمين غزوا مرتين في خلافه عمر في البحر، وتم تدمير الاسطول لانه كانوا مش اهل بحر هم وما عندهمش الصناعه القويه بتاع. فعمر الخطاب قال له فلما نغرد بالمسلمين في البحر؟ فراح اصدر قرار خلافي لا يركب احد من امراء المسلمين البحر، مفيش غزو في البحر، خلصنا محدش يعيش في الموضوع ده. سيدنا عمرو بن العاص خلنا لا، سيدنا معاويه بن سفيان لا. ما دام الوصف كده واحنا بهذه الكيفيه، المسلمين في خلافه عمر نفسه جربوا مرتين يتحركوا في البحر، وبالذات البحر المتوسط، يمكن البحر الاحمر او حاجه زي كده، لان هو في مساحات كبيره ممكن المسلمين يتحركوا فيها. فلا، النتائج كانت سيئه جدا. فسيدنا عمر الخطاب قال لك لا الكلام ده احنا على البر. حتى كان امراء يقول له ايه؟ يقول له اي مدينه تاسسها جديده لا يفصلني عنك لا بحر ولا نهر، ولو حبيت اركب الناقه بتاعتي اجيلك. يعني ما تروحش حته بعيده كده تغرر بالمسلمين اللي ابعتهم معاك يموتوا في ارض بعيده، ولا عايزين ينسحبوا ما يعرفوش يجولي. فحتى كان فكره ان انت اسس البلد فين الجديده دي، المدن الجند اللي احنا بنعملها دي. فقال له لا بحر ولا نهر عشان ايه؟ بس يبقى الكلام واضح، لا بحر ولا نهر. فظل الامر على هذا. وسيدنا عمرو بن العاص من خلال تعامله مع الروم وادراكه للمساله ان هو لا يتاتى ليهم ابدا ان هم يوقفوا المد الرومي على الشام الا لو خدوا مصر. فسيدنا عمرو بن العاص سحب وراح واخد القوه اللي معاه وراح ناحيه ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب عارف ان هو نفسه هيموت ويروح مصر، فبعت له رساله قال له لو ما كنتش تحركت من الشام ما تخشش مصر. سيدنا عمرو بن العاص عارف ان سيدنا عمر بن الخطاب حابب انه يوقف القوات في العراق، وحابب لانه ادى اوامر زي كده لقوات العراق محدش يتقدم زياده في ارض الكفار. ليه؟ مش عايز المسلمين يتبعتروا، خايف على المسلمين يروحوا فين، وليه يغرر بهم في اراضي بعيده جدا وبتاع. سيدنا عمرو بن العاص اخر استقبال الرساله لغايه دخل عريش مصر وقال لهم هاتوا الرساله. ايه يا ابني اقرا الرساله كده على الملأ. فعمر قال له لو انت ما كنتش دخلت مصر خلاص ما تخش مصر، لو كنت دخلت خلاص. فقال لهم احنا فين دلوقتي؟ قالوا له في عريش مصر. خلاص شوف انت. فقال له طيب ايه انت فين؟ قال له انا دخلت مصر. عايز ايه؟ قال له ابعت لي مدد ينفع ادخل مصر بهذا العدد القليل؟ هو بيورطه معاه. لان سيدنا عمرو بن العاص من خلال ادراكه، عمر الخطاب بيتكلم من ناحيه المصلحه وبتاع، سيدنا عمرو بن العاص من ناحيه عسكريه لا لازم ناخد مصر. فقال له ابعت لي المدد. فبعت له 4000 مقاتل بس يمكن او 5000، كل 1000 عليهم واحد. قال له انا كل واحد من الاربعه دول ب1000. وراح ايه؟
قال له دول طبعا ده سيدنا عمرو بن العاص هو دول اللي هيفتح بيهم مصر يعني هو ده اللي هيكمل بيهم. برضه المتتبع لفعل عمرو بن العاص بيتحرك برضه لازم ظهير صحراوي يتحرك جنبه. هيقعد بهذه الطريقه. طبعا سيدنا عمرو بن العاص هيقعد يحارب الروم لغايه يعني بعد خلافه يمكن بعد خلافه عمر بفتره. لكن هيكون فكره ان الروم الشام ومصر وفكره الانزياح بقيه كل نقاط الانزال الرومي على البر بره اوروبا بقت واضحه جدا للمسلمين. عشان كده القيادات الاسلاميه في كل العصور يعني بعد كده مثلا ابن حديج معاويه بن حديج امراء سيدنا معاويه بن سفيان عقبه بن نافع ابو المهاجر دينار كل الناس تلاقيه رايح اسس مدينه جديده زي القيروان مثلا ويدمر الحاضر القديمه زي قرطاج وياخد البلد اللي بعدها وياخد البلد اللي بعدها. يا عم انت رايح فين؟ وقف المساحه دي كلها حتى تخلص للمسلمين بحيث ان هم ما يقدروش ينزلوا خالص. لما الامراء هيكونوا اجترأوا على القرار غيروا القرار ده يحصل في مستهل خلافه عثمان. في خلافه عمر مفيش بحر مفيش بحر. في خلافه عثمان اول خلافه عثمان هيظل الامر عن النهي. عثمان هيقول لهم انا على سنه عمر لا تغزو بالمسلمين في البحر. فما زال به معاويه بن سفيان الرسل ويقول له احنا لازم ناخد الجزر والروم وبتاع. هم كانوا عينهم على الروم قوي لان هم رايحين جايين بيحاربوا في المنطقه دي. فسيدنا عثمان راح بعت خطاب لسيدنا معاويه قال له ان كنت تركب باهلك البحر فاركب بالمسلمين. هو ايه عله النهي عند عمر؟ انه لا يهلك المسلمين واطفالهم ونسائهم وبتاع. قال والله اني لاركب باهل البحر انا باخد مراتي وعيالي وبركب بيهم البحر يعني سيدنا اغزو في البحر. فقال ان كان كذلك فافعل. طبعا سيدنا اول قال لهم كده. طبعا المعارك الكبرى للمسلمين في مستهل خلافه سيدنا عثمان ان هو بقى جابوا بقى ناس استعانوا بالقبائل العربيه اللي كان لهم خبره في البحر في الشام عرب. فقال له اعملوا لنا بقى ايه؟ اعملوا لنا شويه مراكب عشان هنروح ننكد على الكفار. طبعا المسلمين على مستهل خلافه سيدنا معاويه كانوا كل الجزر تقريبا اللي حوالين الشام خدوها. ما فيش يعني فتح قبرص رودس المساحات دي طبعا هيكملوا فكره الاستراتيجيه بتاعت ايه؟ الجزر كل نقاط القفز اللي ينفع ناخدها توفر علينا مساحه للروم والروم ما يعرفوش ياخدوها هياخدوها والساحل كله هياخدوه. في مساحات متقدمه هيبداوا ياخدوا الجزر المتقدمه جدا ناحيه الروم اللي هي كريت وصقليه وبتاع ده كله هيتاخد بس في عصر متقدم شويه. وبعد كده هيبداوا هجموا روما نفسها. هتكون خلاص المسلمين خدوا كل الجزر الكبرى. فبيع المسلمين مش بجيب لك حاجه من بر المسلمين لا ده المسلمين بيجوا بكميات مهوله جدا على جزيره زي كريت. المسلمين قعدوا اكتر من 250 سنه على كريت واخدينها في اليونان. واخدها واروح اعمل لك حملات ضخمه جدا وانزل روما. المسلمين غزوا روما 8 مرات. قعدوا في الجنوب الايطالي 200 سنه. جنوب ايطاليا محتلينه بر واخدينه لغايه عصور يعني لغايه الدوله الفاطميه ولا حاجه. الفاطميين لما جم عملوا قتال داخلي في الامه الاسلاميه فكل المساحات اللي المسلمين خدوها في البحر المتوسط خسروها في وقت الفاطميين بسبب ان انقطع عنها الامداد بتاع الدول السنيه اللي كانت موجوده في الساحل. لكن هي نفس الاستراتيجيه بتاعت ايه؟ مفيش حد ينزل على البر خد الجزيره. خدت الجزيره انقل الرجاله. نقلنا الرجاله نكد على الكفار. خدنا اهل الكفار انزل على الارض. نزلنا على الارض خندق ابعت كل المسلمين هاتوا منين. فالمسلمين المتتبع لوجود المسلمين في البحر المتوسط في حد مفرد البحر المتوسط قتال المسلمين في البحر المتوسط مع الروم بكتب لوحدها. لا يعني ايه ده يعني مثلا ايطاليا لما تشوف المسلمين قعدوا كام سنه ايه ده والله احنا قعدنا هناك 200 سنه. يعني اول ما حد يشوف خرائط ملونه يلاقي اللون اللي متاخد في الشمال الافريقي هو اللون اللي في جنوب ايطاليا اللي هو المسلمين اللي هنا بيحكموا هناك. الجزر كله متلون دوله الاغالبه اللي هم فتره مجاهدي البحر كل ده متاخد قاعدين فيها المسلمين بمجاهدينهم بعلمائهم بتاع. وفي ناس من العلماء الكبار الساده المالكيه في المنطقه دي مدفونين في الجزر دي جزر اوروبيه على راسهم العلامه المجاهد اسد بن الفرات المالكي وهو من الناس الثقيله جدا. عندك سؤال؟ هو مش عايز اعرف ده متزامن مع الاندلس ولا بعدها ولا
انهي ايطاليا؟ كان في قوه اندلسيه ضخمه للغرابه. عارفه كريت؟ عارفه اليونان شكلها ما اعرفش تبان من هنا ولا لا. عارفه مين اللي احتلها؟ ناس من الاندلس. جو ازاي؟ لا ما جوش من الميه. بص النوادر، في حاكم اسمه الحكم الربضي، قام عليه خروج مسلح في وقته في الاندلس، وقت الدوله الفاطميه ما كانت قربت على مصر، والدوله العباسيه البويهيين كانوا في العراق. فاوقع بهم وقعه شديده جدا، وهو قبائل مسلحه ضخمه جدا مسلمين، بس عملوا خروج مسلح. فقال لهم ايه؟ لو قعدتوا هقتلكم كلكم. فاذن لهم في فتره بان هم يهاجروا يخرجوا بره الاندلس، وهم كتل ضخمه جدا ومعاهم سلاح وبتاع. خرجوا فعايزين مكان يستقروا فيه، ما حدش مستحملهم في المغرب، فقعدوا يتحركوا لغايه ما وصلوا فين؟ اسكندريه في مصر. لما راحوا العباسيين سامعين بيهم، فقال لك لا العباسيين، بس طبعا العباسيين كانوا البويهيين هم المتنفذين، فقال لك لا دول يقعدوا هنا دلوقتي ويقرفونا وبتاع. قالوا لهم ليكم مهله تغادروا. مجموعه من الناس من الاهالي القبائل اللي عملوا خروج مسلح على الحاكم الاموي في الوقت ده. هو ده في الفتره اللي قبل عبد الرحمن الثاني؟ لا بعده ولاده واحفاده. راحوا طردهم، قعدوا ماشيين راحوا اسكندريه، طردوهم، راحوا هوب على البحر، نزلوا كريت، حاربوا الروم اللي فيها وخدوها وتخندقوا فيها، وراحوا قعدوا بالتدريج استولوا عليها كلها وقعدوا. لما قعدوا الدول اللي في المغرب عرفت بده، الشمال الافريقي، فلا ايه ده؟ طب والله حلو، دول مسلمين. طب بدل ما احنا نحارب دول وينكلوا علينا، ابعت فلوس يا ابني للراجل ده. والخلافه قال لك ايه ده؟ والله في حد من الجزر، ابعت له فلوس. فبداوا يبعتوا فلوس لغايه ما تشكلت ظاهره اسمها مجاهدي البحر، اشبه حركات القرصنه، بس ايه؟ قرصنه معاهم جزر. خلاص راحوا المسلمين، راحوا بدأوا يتوسعوا الجزر الثانيه ونزلوا على الارض على الايطالي، هاجموا دول في وقت الاغالبه المناطق دي اللي مجاهدي كريت دول، هاجموا روما 8 مرات في ظرف 200 سنه. لا خير بربروسا بعد كده. المسلمين بيحاربوا المسلمين؟ لا المسلمين بيحاربوا الروم. لا اقصد ان هم خرجوا على الامويين. ده كان خروج محلي، مسلمين بيحاربوا مسلمين. الحاكم قال لهم بدل ما اقتلكم كلكم اتفضلوا. فهم راحوا قعدوا يمشوا على الساحل مش لاقيين مكان يستقروا فيه لغايه ما راحوا اسكندريه. قالوا حلوه اسكندريه. فالحاكم قال لهم لا مش حلوه اسكندريه، شوفوا لكم حته ثانيه. راحوا كريت، حاربوا الروم وخدوها. لما استقروا الدول الاسلاميه التفتت لهم ايه ده؟ طب ما احنا نساعد دول. فقعدوا الفتره دي عملوا انجازات، يعني قعدوا 200 سنه، يعني هم واحفادهم واحفاد احفادهم في المناطق دي، لغايه ما مناطق الدول الاغالبه اللي في المغرب دي غزت الجزر دي بجيوش. ليه؟ كان خلاص بقى دول اضعاف مقاومتهم، كل شويه رايحين جايين، حملات وغزو. روما نفسها المسلمين نزلوها 8 مرات في وقتهم. فاللي هو ايه؟ حين جايين انزل يا ابني اعمل غزوه روما، ناخد اسرى ونمشي وبتاع. فكان الوضع يعني قالت طبعا الدوله الفاطميه ظهورها هيوقف ده كله، هتاخد فتره، هي تحتل نفسها جنوب ايطاليا فتره الدوله الفاطميه، بس هتقضي على كل التواجد السني الاسلامي. فالروم هيرجعوا ياخدوا كريت تاني، ياخدوها كلها وهيطردوا المسلمين بلا رجعه في كل هذه الجزر. الشاهد نرجع تاني. طب هم مش بعد كده هم اسلموا؟ مين؟ لا ما احنا من الجزء اللي المسلمين خدوه ده متاخر جدا. يعني امتى اسلموا؟ احنا هنا بنتكلم على الاغالب، احنا بنتكلم كل ده في 300 هجري وبتاع. فتح محمد بن مراد اللي هو محمد الثاني ده 1452 او 53 ميلادي، ف كتير بعد كده خالص 800 حاجه، فمتاخر جدا. يعني بعد الكلام اللي احنا بنقوله ب 500 سنه 400 سنه. فلسه مازال البيزنطة بتبعت قوات وهي قتالها مع المسلمين وبيعملوا انزالات. هم هيجوا فترة يعملوا انزالات مرة تانية وياخدوا مناطق في الشام وبتاع، يعني هيتحركوا بقوة، لأن الروم هيجي عند وقت معين
هيكسبوا المسلمين معارك ضخمه جدا، هيجي دلوقتي يمكن في الكلام، اللي هو ضعف المسلمين هيكون في مد قوي جدا للروم، هيظهر عندهم ملوك زي ليو الثالث وبتاع معاصر لهشام بن عبد الملك، هيكسبوا المسلمين معارك ضخمه في الشرق وفي الغرب، يعني هيكسبونا في اوروبا ويكسبوا في غرب اوروبا في بيزنطة قرب بيزنطة، وهيكسبونا في الاندلس في نفس الوقت. فاصل المعركه تقريبا 10 سنين ولا حاجه 8 سنين، كلهم في خلافه هشام بن عبد الملك. قول روما؟ لا ده غزو روما، غزوها يعني حرب مدن، يدخل وينزل يطلع وينزل. جنوب ايطاليا هو اللي اتخذ فتره، يعني جنوب ايطاليا عارفه البوت الجزمه الجزمه البوت بتاعت ايطاليا رسم اخرها ده هتقعد. لو شفتي في موقع لطيف جدا اسمه الفهرست بتاع اخونا مصطفى ومحمد عبد القهار والشباب، لو جيتي عند وقت معين هتلاقي فيه لون، تتبعي لغايه الاغالبه، شوفي وقت الاغالبه والدوله الفاطميه، شوفي اللون واصل فين في الجزر وفي ايطاليا، تلاقي المساحه دي قاعده معاك 100 سنه 150 سنه 200 سنه، والخريطه تفاعليه تمشي 10 20 30 40 50 سنه، تلاقي ايه الالوان يقول لك مين كان هنا، فتلاقي المسلمين كانوا قاعدين امتى في الحته دي، لو ده سؤالك يعني. طيب لا روما ما احتلوهاش، روما غزوها، يعني نزلوا وطلعوا كريت خدوها المسلمين، قعدوا فتره طويله جدا. لا بيبقى اسباب كتير، منها اسباب زي اللي قلتها لك، اسباب استراتيجيه من الدوله الفاطميه دوله اسماعيليه، فلما خدت الشمال الافريقي كل المدد اللي كان بيجي من ملوك السنه ومن الخلافه العباسيه انقطع عن مجاهدي البحر، فبقوا منهم للروم، فالوضع من ناحيه الاستعدادات الاستراتيجيه والعسكريه وبتاع افضل بكتير، فكسبوهم قدروا يخرجوهم. يعني المعركه بقت مش متكافئه، معنى لازم زي الاندلس لما كانوا المسلمين في خلافه مستقله خلافه مركزيه، فكان المسلمين حتى لو خسروا معارك جوه الاندلس بعت لك جيش واثنين وثلاثه واربعه عليه، العالم الاسلامي كله بيخدم على الاندلس. لما حصل ان الدوله العباسيه ودوله اندلسيه، فبقت اهل الاندلس دول هم بس اللي بيحاربوا الروم دول، بدل ما كان انا بجيب ناس من اليمن وقيس وبتاع يحاربوا في الاندلس، لان انا اقدر اسحب من العالم الاسلامي كله. دلوقتي انا بقيت مواردي محدوده، ان انا كمسلم اندلسي احاربك انت كروم، فرنسا وكل البلاد اللي حوالي، كل ده انا محتاج احاربه مره واحده. بعد كده لما المسلمين نفسهم اتفتتوا جوه الاندلس، فبقي ملك ولا اثنين من الملوك الاقوياء محتاج يحارب دول كلهم، بعد كده اماره ولا امارتين ولا ثلاثه وبتاع، فبقي خلاص طبعا الكفه قاره كامله بتحارب مدينه. فهي مش فكره ان المسلمين ضعاف ولا مش ضعاف، هي فكره اقدر فين الامدادات تيجي منين. والا يعني لك انت تخيلي ان الدوله العثمانيه ولا المماليك لو قدروا بدون ما كانش الخلاف الاسلامي واقع وراحوا بعتوا قوات المماليك والدوله العثمانيه للاندلس، كانوا هيكنسوا الاندلس. ليه؟ لانه واضح جدا من اداء العثمانيين جوه القاره ان لو حاربوا دول في حته عدله، لا طبعا كانوا اضعف بكتير جدا من ان يواجهوا المماليك والعثمانيين. يعني العثمانيين لو لقوا لهم طريقه لفوا ونزلوا قوات على البر ودخلوا الاندلس، كانوا المساله كانت هتبقى خلصانه. المماليك بل كان في مراسلات ان المماليك كانوا هيبعتوا قوات، بس طبعا هو خايف من العثمانيين، لو اتحركت ممكن يغزو مصر. عشان كده دايما المسلمين لا يؤتوا الا من قبل انفسهم، يعني القتال الداخلي. لكن الكافر دي من الحاجات اللي ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل 3 دعوات فاستجيب له في 2 ومنع الثالثه، ان هي لا يجعل بأسنا وبيننا شديد، فالله عز وجل منع هذه. لحظه يا اخوان.
طيب خير. في بدايه سيدنا في عصر عمر بن الخطاب كان الهم بتاع سيدنا عمر بن الخطاب عدم الإغال الشديد داخل أراضي فارس وروم، محاولة تحييد القادة العسكريين النشطين زي سيدنا عمرو بن العاص وغيره، لكن برضه يعني ما في حدود اللي عمله برضه سيدنا عمرو بن العاص انزاح ودخل مصر. القيادات داخل الفرس طبعا كان سيدنا عمر بن الخطاب عزل سيدنا خالد بن الوليد وضمه جوه الجيوش، فبيه خالد بن الوليد جوه الجيوش ما بيحاربش، مش قائد. واستكملوا الفتوح في الفارس طبعا لغايه ما هتقع المعارك الكبرى في خلافه عمر بن الخطاب. يعني هتقع نهاوند، هيقع سموها فتح الفتوح، هيقع القادسيه، سقوط المدائن، كل ده في عهد عمر بن الخطاب. يعني سيدنا عمر بن الخطاب وكانه في اول 5 سنين في خلافته المسلمين هيكونوا بيتحركوا بشكل يعني متوسع جدا من معركه لمعركه لغايه ما يكاد الرأي يوقن ان المسلمين هيجيبوا هيقفلوا الحضاره الفارسيه. وفي خلافه عمر وده حصل. يعني سيدنا عمر بن الخطاب قبل وفاه عمر بن الخطاب يكاد يكون ما فيش، المدن الكبرى اتفتحت كلها، كسرى المسلمين دخلوا المدائن، يكاد يكون هو الرجل فر منهم لجأ لملوك الترك او كان نفسه يروح الصين الاول وبتاع وبعد كده توفى. الشاهد ان هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرهم ان هو اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. يعني اما الروم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها يعني ان هي تظل معهم المعارك الى يوم القيامه. يعني لا، الاسبان روم سقوط الغربيين. يعني المسلمين لما دخلوا الاندلس كانوا بيحاربوا الروم، بس الروم الغربيين اللي هم القوط الغربيين، وكانوا بيحاربوا في المشرق البيزنطيين اللي هم الروم الشرقيين. طيب الشاهد يعني خلافة عمر بن الخطاب من بعد عام 6 هو استخلف عمر بن الخطاب ظل خلافته 10 سنوات. من بعد عام 6 كان في قدر كبير جدا من الاستقرار النسبي حصل. ليه؟ المسلمين يكادوا يكون صفى لهم منطقة مهولة جدا ممتدة متصلة. يعني الجزيرة كلها خاضعة ليهم، والعراق كلها، والشام كلها، واحنا داخلين على فارس، قربنا على ايران، والشمال الافريقي كله، مصر وبرقة، كل ده تحت حكم عمر بن الخطاب. فالمسألة مش وسعت جدا. فكان بدأ يتسأل عمر بن الخطاب أسئلة لن يتعرض لها لا أبو بكر الصديق ولا النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة فكرة إن هو يقع تحته ناس من خارج العرب دلوقتي بيحكم مساحة كبيرة جدا، الشام ومصر وفارس وبتاع. 2 فكرة التغير المالي، كم الفلوس اللي اتضخت داخل المدن الإسلامية وبالذات المدينة كان ضخم جدا. فكان عايز اجتهاد في كل هذه المسائل. يعني عمر بن الخطاب فعلا من النماذج اللي هي يجب أن تدرس بلا ملل. ازاي واحد في هذا الظرف التاريخي الاستثنائي، يعني خلال سنوات، يعني اللي بيحصل معدل متسارع مهول جدا، وهو في الأول في الآخر رجل عربي من قريش، ويدير ده كله بهذه الطريقة وهذه الحنكة وهذه الشريعة فعلا. يعني كم القواعد اللي موجودة فيها مع عبقرية عمر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم انه عبقري، ان هو تعامل بشكل في قدر كبير جدا من الابداع والابتكار. يعني مثال، عمر بن الخطاب اول ما المسلمين فتحوا الاراضي المفتوحة في فارس، الصحابة عايزين تقسم الاراضي بينهم، وده وكأنه اشبه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان الاراضي المفتوحة ياخدها الفاتحين. عمر بن الخطاب قال لهم لا، الوضع اتغير. ليه؟ قال لهم لو انا دلوقتي اديتها لكم وكل ارض فتحناها، ده احنا قربنا نفتح باقي كل الارض دلوقتي واحنا قاعدين، فانتوا تاخدوها وتفضل ورث فيكم وعيالكم والمسلمين كلهم ما ياخدوش حاجه من ده. فقال لهم لا، ده مخالف لمقاصد الشريعه، مقصد الشريعه ما يجيش كده. وقعدوا نزعوه مين؟ كل الصحابه ضد عمر ان هم لا، احنا فتحناها بسيوفنا فالاراضي تقسم. وظل عمر الخطاب على رايه، حتى يعني احتج عليهم بشيء من كتاب الله ان هو ده هيكون فيه ظلم شديد جدا لاخوانهم الذين ياتون من بعدهم المسلمين، ثم اوقف هذه الفكره.
طب النبي عمل كده بس الظرف اتغير. اجتهادات عمر تبان في المساحات اللي كان فيها سنه للنبي صلى الله عليه وسلم. حاجه النبي ما شافهاش ولقي لها ابتكار ماشي، لكن حاجه النبي عملها وهو يقول بس الوضع اتغير، دي كانت عايزه بقى جراءه غير عاديه انه يعملها. الاراضي المفتوحه ده واحد. اثنين، البيع والشراء المفروض الانسان حر في ماله، صح ولا لا؟ حر انا في مالي. قال لك اي حد ساكن جوه المدينه ومعاه خيل ما ياكلهاش من علف المدينه. محدش يشتري علف من المدينه. انت معاك كام؟ انا دلوقتي انا في ارض بلد عاصمه الخلافه، بتبقى الخلافه بعت لها كل الفلوس بتاعت الاراضي المفتوحه، فانا هشتري. مش كان زمان المدينه اقصى حاجه هعمل ايه؟ اشتري كام معاك؟ يعني 10 خيول 100. دلوقتي انت ممكن تجيب 1000. طب بتاكلهم منين يا حبيبي دول؟ من اعلاف المدينه. فقال طب ما كده اعلاف المدينه مدينه استثنائيه بيجي لها فلوس ضخمه جدا غير اي رقعه في العالم الثاني، فانا لو سبت ده تغلو جدا اخوات المدينه. قرار اي واحد معاه خيل في المدينه ياكله من بره اعلاف المدينه، يشتري من بره عشان تثبيت سعر اعلاف المدينه. جيبها ازاي بقى؟ هو تاجر مع قواعد الشريعه، تاجر ومع قواعد الشريعه. اي حد من خارج المدينه لا ياتي ويستوطن داخل المدينه، اللي هو يسموها حاليا المدن المغلقه. محدش يبني جديد في المدينه، او محدش يتملك، محدش يسكن جديد في المدينه. انا راجل حابب اجاور النبي، ما اتجاوروش. ليه؟ لو انا سبتها كده كل المسلمين في اي حته هيجوا هنا. اثنين، هيتغير باللغه بتاع المعاصره التركيب بتاع المدينه، يجي لي عجم، يجي لي ناس بعادات قديمه، ودي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم محافظه على منطقه صافيه وبتاع. دي من اجتهادات عمر. طبعا في حاجات اللي هو كان عملها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان هو يبقى ليه سجن توسع في ده، ان هو ليه مكان يحتجز فيه الناس لو عايز يحتجز حد. ارض الحمى زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل ساله قال له انا ناقه لقيتها مش عارف بتاع صاحبها مين، قال له انت مالك، هي تعرف تاكل نفسها وبتاع، ولغايه ما استدل عليها صاحبها. ليه؟ كانت المجتمع البشري صغير. طب دلوقتي ده احنا اتضاف علينا حركه 15 بلد جديده، الشام تبعنا ومصر تبعنا وفرس تبعنا والعراق تبعنا واليمن، كل دي يصب، ودي منظومه الخلافه. فالناس رايحه جايه والتجاره وبتاع مش عارف ايه. ف برضه بدا ياخد ايه؟ استاذنكم حد مش جوه، خليه يجيب ميه. ده يا شباب نكمل. لا لا ولو كوبايه شاي كمان، سندوتش لحمه. ايوه شاي ماشي. لو عندك قهوه ماشي. عندك قهوه؟ تسمع دكتوره وهتلاقوها في المستشفيات ولا هنا ولا زباينكم كتير. الشاهد ان سيدنا عمر بن الخطاب الاجراءات اللي خدها في مناحي كثير منها عسكريه ومنها اقتصاديه يكاد يكون على غير مثال. اللي توسع جدا في رصد ده في خدوا كده 3 عناوين ممتازين جدا. واحد دقيق بس فيه حس جدلي وصراعي شويه، بس كتاب ثري جدا، اللي هو المنهج التشريعي عند عمر بن الخطاب. كتاب اسمه المنهج التشريعي عند عمر بن الخطاب بتاع الدكتور محمد البلتاجي رحمه الله، عميد كليه دار العلوم، استاذ الشريعه والفقه.
ده كتاب. الجزء المتعلق باجراءات عمر بن الخطاب من جوه كتاب اسمه التراتيب الإدارية المسمى بنظام الحكومة المسمى بالحكومة النبوية بتاع الحافظ الكتاني، طبعة دار السلام، ولي 3 طبعات، أرخصهم وأحسنهم. الحافظ الكتاني اسمه الشيخ الكتاني من علامات التاريخ المعاصر. الكتاب ده نفسه في كتاب قديم للخزاعي اسمه تخريج الدلالات السمعية. الناس لما بتقرأ سيرة أو تاريخ أو بتاع أثناء الكلام إحنا عن عمر بن الخطاب، هو أيام عمر بن الخطاب السوق كان فيه إيه؟ الناس كان بتبيع وتشتري إزاي؟ الناس كانت بتلبس إيه؟ خلاص؟ إيه أنواع التجارات؟ أنواع العمالات، الحرف، الصنائع، الرواتب، الحاجات الحياتية. مش احنا دايما بنقول بيهمنا السرد الشرعي والسرد السياسي والعسكري، الحاجات الحياتيه. كيف ادار النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيحب يقول لحد يعمل حاجه مين بيقولها له؟ مين اللي كان بيصنع سلاح ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي كان بيدرب الجيوش؟ مين اللي الوظائف. فالخزاعي عمل كتاب كبير اسمه تخريج الدلالات السمعيه، هو موجود مطبوع طبعتين، احسنهم طبعه التحقيق الاستاذ حسين عباسي. فجي الحافظ الكتاني معاصر اطلع على الكتاب، وهو الكتاب كان مش مشهور، يعني نادر ما كانت الناس تعرفه، فلقيه ممتاز جدا. الحافظ الكتاني اطلاعه مذهل على المكتبه الاسلاميه، وهو راجل مشتغل بالحديث وبتاع. فقال الخزاعي فاتوا احاديث كثيره جدا واثار في السيره لوظائف وحرف وبتاع على شرطه. فبقي كل هو الكتاب 10 اجزاء. وقع على الحافظ الكتاني هو حي المخطوط بتاع اول 9 اجزاء فقط، العاشر ما شافوش. طبعا احنا بعدين العاشر اتوجد وحقق وكده طبعا، بس دي الحمد لله ان هو ما لقيهوش، لانه اضطر يكتب الجزء العاشر من عنده، فجاب كم فوائد ضخمه جدا ما كانش موجوده عند الخزاعي. خلاص. فيجيب ايه؟ الحرف والصنائع، التعليم، المش، ويقول لك ايه؟ الاجراءات اللي خدها النبي والراشدين، الاجراءات اللي خدها النبي والراشدين باثار من كتب السير والصحابه، السير والتراجم والسير الصحابه وكده. فبقي الكتاب موسوعه في النظم الاداريه والاجراءات والحرف والصنائع والوظائف وكذا. وراح افرد الجزء العاشر لوحده كده من عندياته الكتاني من غير ما يشوف الجزء العاشر بتاع الخزاعي، فطلع برضه ايه بكم برضه ايه فوائده وبتاع. ده الكتاب الثاني، التراتيب الإدارية المسمى بالحكومة النبوية. لا ده 10 فصول، يعني فصل العاشر ما لقيش المخطوطة بتاعته، لكن هو الكتاب مجلدين مش كبير، واظن رخيص ما زال يعني في المتناول يعني. ايه؟ دكتور محمد البلتاجي عميد كلية دار العلوم رحمه الله. في كتاب قديم تراثي بس التحقيق بتاع الدكتور عامر التميمي ممتاز، الكتاب اسمه مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب بتاع ابن الجوزي. اسمه مناقب امير المؤمنين، مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي، بس مش اي طبعه، طبعه الدكتور عامر التميمي، طبعه فوق الممتازه. الكتاب ده لو حد يقدر يعمله او ورد يعني يقراه يرجع يقراه تاني. عمر بن الخطاب سيرته طبعا يعني فوق الروعه، والكتاب مخدوم قوي. عامر التميمي، تحقيق عامر التميمي. طيب طبعا هو في حد كان عامل ماجستير في الاجراءات الاقتصاديه اللي خدها عمر بن الخطاب، لكن ده يكفي يعني، يكفي للدلاله على لو حد عايز يعرف برضو تقسيم افتكرته، لا ده كويس. انا عايز عمر بن الخطاب وقته متقسم، القضاء كان شكله ايه، التعليم كان شكله ايه، العسكريه كان شكله كده موضوعي. الدكتور اكرم ضياء العمري ليه كتاب اسمه عصر الخلافه الراشده، برضو تتبع الخلافه الراشده كلها. فانت لو قريت كل فصل ممكن تستخرج ما وقع لعمر في التعليم والقضاء لوحده. يعني هو ايه طبعا؟ اكرم ضياء العمري
عمري يعني ينتسب لعمر بن الخطاب، يعني هو من احفاد احفاده، عراقي هو. كتبه ممتازه، الدكتور اكرم ضياء عموما في السيره وفي التاريخ وفي السنه، حد ليه انتاج جيد جدا يعني. طيب فعمر بن الخطاب هي الاجراءات بنقول الاستثنائيه دي هي دي كان بصراحه اللي يوقف امامها، ناهيك عن الاجراءات المساحه اللي هو حاجه ما شافهاش النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر وخد فيها قرار، منها قرارات اداريه زي الدواوين. فكره الدواوين ان اللي هي السجلات، الدواوين يعني السجلات. دلوقتي المسلمين كتروا قوي، اوزع الراتب ازاي؟ الغنايم اللي جايه لي اقسمها ازاي واضمن ان انت وعيالك ومراتك خدتوا ايه فلوسكم وانتوا في مصر وانا هنا في المدينه؟ طب اعملها ازاي دي؟ فعرض عليه بعض الصحابه. تمام يا قهوه؟ انا سعيد جدا والله. اول مره اعمل قهوه فربنا يستر. لا تمام، انت جربي فيا انا عادي، خدي معاك. لا رجله وحشه قول لي. لا ازاي؟ انا الواحد انا سعدت، انا مجرد ان انا عرفت ان هي قهوه انا اتبسطت. تسلم، حاجه بس تخبطي في الدنيا شويه. تسلم ايديك. خلاص. فالدواوين دي اللي هي السجلات، فقالوا له الفرس على فكره عندهم اجراء بيعملوا بيه 1 2 3، واخد التكنيك. المسلمين لغايه خلافه عبد الملك بن مروان ما عندهمش عمله، ما عندهمش بيتعاملوا عمله بيتعاملوا بيها. طب احنا بنتعامل بايه؟ بالعمله الروميه والعمله الفارسيه. فعمر بن الخطاب بيتعامل مع عمله الاقتصاد العالمي قاعد لسه ما فيش يعني المسلمين احنا حطينا عليهم عسكريه خلاص، بس ما زال الاقتصاد والعمل المسكوكه بتاعتهم وبالذات الروم. طب نعمل ايه؟ فعمر بن الخطاب ما عندوش القدره ان يغير العمله لسه، محدش هيقدر يعمل ده غير عبد الملك بن مروان لما يكون وضع استقر والمسلمين يعني شبه فعلا قادرين يغيروا النظام العالمي فعلا وقتها. فهيبدا ايه؟ يروح عامل لهم هيفك الدينار العربي الاموي وهيعرب الدواوين. الدواوين هتظل في خلافه عمر وخلافه الراشدين كلها باللسان بتاع الاراضي المفتوحه، يعني المناطق اللي فتحها الفرس الدواوين السجلات هتفضل بالفارسيه، المناطق الروميه هتفضل بالروميه. ودي من اجل سياسات عمر، عدم التغيير المفاجئ، احداث رجات ديموغرافيه ولا اجرائيه في المدن المفتوحه. يعني مثلا الصحابه قالوا له نقسم لنا اراضي مفتوحه، قال لا هنظلم المسلمين وهندمر الاراضي اللي احنا هناخدها، انا ما نعرفش نزرعها، سيب الناس تزرع وناخد احنا فلوس نحطه في بيت المال احنا نعمل بيه حاجه. خلاص. فحافظ الاراضي المفتوحه من ان هم يبوظوها. 2 النخب اللي موجوده ساب الناس زي ما هي بدون اي تغيير. التغيير بس عايز تعرف عن الاسلام نقول لك، عايز تدخل في الاسلام ادخل، مش عايز ما تدخلش خليك زي ما انت قاعد. بس تم رفع الظلم او العسف عن هذه الاراضي. انت عايز تعبد اللي تعبده اعبده، مفيش حد هيجبرك على حاجه وانت امن في مالك واهلك وبتاع. هي ده بس الاجراء اللي احنا هنعمله، لكن الاراضي المفتوحه مش هنعمل فيها حاجه. تغيير النشاط بتاع الاراضي لا. طب الصحابه عايزين يزرعوا في الاراضي المفتوحه لا. تكمل فتح. طب اكمل لك اراضي لا. طب اطلع بره المدينه لا. باذن. حتى خلى الصحابه ما ينزحوش في الارض. اللي هو ايه؟ طب عايزين نمشي ما تمشيش. هي حكمه مضمونه، يعني هو ما نصش على كده. منها حكمه تشريعيه ان الصحابه كلهم يفضلوا فتره طويله جدا، فاحنا نبقى ضامنين ان سنه عمر سنه جمعيه. ما حدش يقدر يقول ان عمر عمل كذا، لا ده مش عمر، ده كل الصحابه كانوا في المدينه او العدد الاكبر من الصحابه في المدينه. حكمه تشريعيه ان انا عايز معظم الناس اللي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وكانها اداره جماعيه، الناس ما تطلعش. 2 انا مش عايز الصحابه يرصد عنهم الا يعني ايه، مش واحد لوحده ولا واحد لوحده، احنا كلنا مجموعه في مكان واحد اللي هو هنا اللي هو المدينه. ولما كان حد يخرج كان ينصحهم بان هم لا يكثروا من الحديث عن رسول الله عشان لا يشتتوا الناس عن القران. السنه لو حد عايز يعرفها يجي يسال ويشوف سلوك الصحابه، السلوك العملي، لكن عدم التشغيب على الناس الا بالقران. القرآن هو الذي رب، زي ما هو قال في أول الخطبة بين يدي أبو بكر وبينكم بين أيديكم كتاب الله الذي رب به الله نبيه.
يعني ايه، هو كان عايز يخلي الناس تاخد الوقت الكافي زي اللي هم خدوه مع القرآن. فالصحابة هم نقلت السنة، فكان ما يسمحش بأي بسهولة ان حد صحابي يتحرك عشان عايزه، واللي كان يسمح له يعلم الناس زي سيدنا ابو الدرداء وسيدنا ابو هريرة وسيدنا عبد الله مسعود وغيره، يقول لهم اقلوا من الحديث عن رسول الله، خلوا القرآن هو الايه الاشيع ما بين الناس وكذا. ده زيدك من شعر بيت، سمع ان حد من الصحابة اتجوز واحدة من الروم، بعت له رسالة قال له طلقها. قال له لا بقى ليه هو حرام؟ قال له لا مش حرام، بس اخشى عليكم ان تتزوجوا من مميسات اهل الكتاب. انت دلوقتي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن وحملة الوحي، وانت العربي ده طلع راح اوروبا، تخيل بقى، فقال لك احنا نتجوز منهم، حلو قوي الكلام ده. فقال له طيب الستات دول احنا عارفينهم هم مين؟ نعرف اهلهم؟ نعرف؟ فانتوا تختلطوا بناس قد يكونوا من اسافل الناس، وانتوا حملة الوحي وحملة الديانة يأخذ عنكم الدين. فانا لو سبت ده اخشى عليكم من ان تتزوجوا من مميسات اهل الكتاب، يعني يكونوا بغاية او ناس مش معروفة من اسافل الناس فمنع الصحابة من الزواج من الكتابيات. السؤال هو جابها منين؟ الاجراءات الاقتصادية بتاعت اعلاف المدينة دي، انا ان شاء الله بعد سنة او حاجة هكون يعني السنة الجاية ان شاء الله نكون في تمهيدي ماجستير اقتصاد اسلامي، من دلوقتي رايح على فلسفة عمر بن الخطاب. انا ان شاء الله لو هعمل رسالة على كده ازاي، يعني ايه، يعني انت لما واحد بتاع عالم اقتصاد دلوقتي عنده قواعد ونظريات وبتاع، عمر بقى ما لازم في طريقة. يعني هو ايه الفكرة كمجتهد. عشان كده الميزة الكبيرة جدا الكتاب اللي هو المنهج التشريعي عند عمر بن الخطاب، ان الدكتور البلتاجي عامل فكرة غاية في الروعة. واحد يقول لك ايه، هو انا دلوقتي لو عايز افهم عمر بن الخطاب افهمه ازاي؟ قال لك افهم اصول الفقه بتاعت عمر. طيب حلو، عمر بن الخطاب كان على انهي مذهب؟ لا ما كده عارف، لا زي ايه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتر قراءة النبي كان بيقرأ بيها؟ لا نافع. فيقولوا عامة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نافع. طب ازاي لما نافع ما كانش لسه اتولد؟ فهمتي؟ يعني ان هو انه معظم النبي صلى الله عليه وسلم اكتر حاجة النبي كان بيقرأ بيها هي نافع. عشان كده الامام مالك امام المدينة طبعا القراءة المقدمة عنده في الفقه، لان القراءة توديك لاستنباط استدلال تاني. المقدم عنده مين؟ نافع بيراويه قالون ورش، واحنا كنا على فكرة على قراءة ورش لفترة طويلة جدا، يعني حفص لغاية مثلا خطوة يعني من 400 سنة او 500 سنة بس انتشرت في العالم الإسلامي. لكن زمان كانت الناس تقريبا في بعض الأئمة الكبار ما يعرفوهاش، زي الطبري في التفاسير احيانا يجيب عند وجه ويقولوا في وجه بالنصب تحتمل العربية ولو كان قراءة لحسن، هو قراءة حفص شو ما يعرفهاش، انا مش مشهورة بسبب ان عاصم كان قارئ متقن جدا وكان لا يقرأ بسهولة فما انتشرتش قراءته. فكان اللي مشهور في الحجاز قراءة نافع قالون ورش بالراويين، واللي مشهور مصر ورش، والمغرب حتى الآن ورش. تمام. وفي مناطق حمزة والكسائي وابن عامر في الشام في القديم. حاليا لا يكاد يكون حد يقرأ بابن كثير او ابن عامر، نادر جدا. بالرغم ان مثلا واحد زي الامام الشافعي لا يستطيع الانسان فهم جزء كبير من كلام الشافعي الا لو عنده خبر برواية ابن كثير، لانه الشافعي كان يقرأ بابن كثير. فمعظم كتبه في ناس تيجي تقرأ فين محل الاستدلال بالآية فين، والشافعي الإمام كان بيقرأ بقراءة غير الحفص، فهو مش وجه الاستدلال مش موجود أصلا في المطبوع، لأن الناس حاليا بتطبع على حفص، هو بيقرأ بحاجة تانية. فقالوا أيوة فين الاستدلال فين؟ عشان كده دايما يقول لك مهم جدا انت تبقى عارف الكتاب التفسير او الاصولي او الامام ده كان بيقرأ من يقرأ، لانه مش هتفهم. هو زي شيخ الاسلام ابن تيمية مثلا في الغالب على ابو عمرو قراءة ابو عمرو،
في حاجات مش هتفهم غير لو انت انه عارف ابو عمرو قرأ ايه، والا وجه الاستدلال بتاع الايه عندك على المصحف على قراءه حافظ مش هتفهم انت هو بيقول ايه بالظبط. خلاص وهكذا. فمحمد البلتاجي سأل السؤال ده في عمر، هو كان بيفكر بأني طريقه. فانا اجيب المساله اللي هي ايقاف حد السرقه في عام الرماده، ودي مساله طبعا بيدندن عليها العلمانيين كتير ورد عليهم البلتاجي في الكتاب، اللي هي ايه؟ يقول لك اهو ما ايقاف الحدود وعمر بن الخطاب عمل كده. يعني الكذاب عمر بن الخطاب اول حاجه بالنص، مش يعني هو نصا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لا قطع لا في مجاعه ولا في قتال. يعني لو قتال ما في حدود توقف، لكن لو في مجاعه وانا زنيت يقول لك انا انت الحدود موقفه. طب انت عملت ايه؟ سرقت اكل؟ لا انا زنيت. طب يا ابن الناس احنا دلوقتي في مجاعه، المجاعه تروح تاكل مش تروح تزني. وعايز حد مين قال في القتال؟ لو وقع قتال المسلمين في حرب او بتاع، ممكن لو واحد زنى في الجيش ما يحدش. ليه؟ لانه لو ايه ده لو انا مسكونه هيحدوني، طب ما انا انضم للجيش الكفار فيترتب عليه منكر اكتر. خلاص. لكن افرض احنا مسكناه وقبضنا عليه وخلصت الحرب، يحد. خلاص. واحد راح سرق لابتوب، ما سرقش اكل، هيحد. هو اصلا الناس فاكره ان هو اوقف الحدود. يعني قال لك احنا انت شايف مفيش اكله فانتوا عملتوا ايه؟ زنينا. لا نركز في الحد اللي موقف حد السرقه، عشان هو البلتاجي الدكتور محمد رجع على كده. فجيب من المساله ويقيسها على الاصل، يقول لو فقيه من انهي مذهب كان طلع دي الاراضي المفتوحه. مين اللي يقول كده؟ كل مساله طلع مذهب ما اضطردش، وان كان اقرب لاصول الساده الاحناف. احناف في كتير من المسائل ليهم ايه، لكن جايب شويه نقول لطيفه جدا ان هو ايه، يبدو ان الواحد زي مجتهد بحجم عمر بن الخطاب المساله محتاجه ايه، تشغيل امكانيات اكبر. البروسيسور كان ايه يعني، يقول لك هنا دي يجيبها كده، دي على اصول المالكيه، دي على اصول الساده الاحناف، ويعرض الراي يقول عمر بيختار كذا. الاراء اهي، الاصل اللي يجيب دي هنا حنفي، اللي اصل اللي يجيب دي هنا مالكي، اللي اصل اللي يجيب هنا شافعي، وهكذا. فطبعا الكتاب فيه قدر من الطرافه لو اتعمل على كل مسائل عمر. لكن هو الدكتور محمد البلتاجي كان مهموم بالرد على شويه من الكفار، قصدي العلمانيين في مصر، فكان متتبع القضايا، حد الرده، مش عارف مسائل يعني، عذرا حد والله حد الرده وحد السرقه فكان مهتم بشويه مسائل. لكن المساله تحتمل ان هي ايه، توسع، يعني كل واحد يمسك كل قضيه عمر ويعمل فيها كده. طيب تقريبا الملمح الاساسي بتاع عمر بن الخطاب فكره اللي هو الابداع على غير مثاله، والتوسع في اشياء او ايقاف اشياء قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، او انشاء اشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراها، لغايه ما بقرب وفاه عمر بن الخطاب يكاد يكون المسلمين اغلقوا ملف فارس بلا رجعه. خلاص ما لهمش كسرى، يعني خلاص ما فيش حاكم للفرس. المسلمين انزحوا في اراضي فارس كلها، خلاص يكاد يكون العراق كلها، معظم ايران اللي احنا نعرفها حاليا، المسلمين على تخوم ارمينيا واذربيجان اللي هي اسيا الصغرى. تقريبا المساحه دي شبه صفت للمسلمين، مش موجود فيه مقاومه تذكر. فين المشكله؟ فين النزاع؟ مصر. هم نزلوا مره المسلمين طردوهم، سيدنا عمرو بن العاص ونزل ثاني، يعني في مشاكل ما زال على الساحل، وفكره الجزر ما زالت قائمه. بس عمر بن الخطاب كان ايه قايل؟ عزمت عليك الا تغزو بالمسلمين في البحر. محدش حارب. طبعا قتل عمر بن الخطاب او طعن عمر بن الخطاب احد العبيد العجم اللي هو ابو لؤلؤة المجوسي، طعنوا في المدينه. هو عمر بن الخطاب كان امر الناس بعدم الاستكثار من العبيد العجم في المدينه. هو نفسه لما طعن قال لهم مين اللي طعني؟ قالوا له فلان. فقال لانه كان اللي اكتر اثنين بيعملوا ده سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا المغيرة بن شعبة. قال له انا مش نهيتكم ان انتوا، قال لسيدنا عبد الله بن عباس
قال له ألم أنهاك يعني أباك على ألا تستكثروا من العبيد في المدينة أو العلوج. علج اللي هو الرجل الضخم من العجم، ضخم الجسم من في المدينة. فقال إن شئت. العجم غير العرب، فرس روم حبش أي حد. لو حبينا نقول بالعام كده، لو حبينا نستثني نقول حبشي، نقول رومي، نقول فارسي. فقال له إذا نقتله، خلاص نقتلهم كلهم. فقال بعد أن صلوا صلاتكم وأكلوا واستقبلوا قبلتكم وأكلوا ذبيحتكم، يعني خلاص بقوا مسلمين، يعني على الأقل أظهروا الإسلام، فأنت ما تقدرش تقتلهم وهم مسلمين. الشاهد ثم آلت الخلافة ل6 أفراد قد أشار إليهم عمر بن الخطاب، لأنه هو في آخر حياته سئل، ولما طعن ظل فترة وهو مطعون ولم يمت بعد. هو الإسلام ما كانش عربي؟ لا فارسي، أبو لؤلؤة المجوسي فارسي. سيدنا عمر بن الخطاب سئل، سيدة حفصة أدخلوا عليها الصحابة، أدخلوا عليه حفصة وقالت له هتعمل إيه؟ تختار حد تعينه وراك ولا تترك الموضوع المسلمين يختاروا بدون تعيين؟ فسيدنا عمر بن الخطاب قال إن أترك، يعني لو أسيب المسلمين كده فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يعني اختار أو سمي أحد فقد سمى أو اختار من هو خير مني، اللي هو يقصد أبو بكر الصديق يعني. فسيدة حفصة لما خرجت قالوا لها قال إيه؟ فقالت كده، قالت علمت أنه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه لا يقدم فعل أحد على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هو هيسيبهم، لا مش هيسمي حد. فهو بالفعل قال لو كان أبو عبيدة بن الجراح حي لكنت استخلفته، لو كان هو أبو عبيدة، وإن سألني عنه الله عز وجل، هو بقى بص بقى، لقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. بس أبو عبيدة بن الجراح كان توفي في طاعون عام واسع خلافة عمر، فأنا ما أقدرش، فأنا هسيب الخلافة، المسلمين يختاروا في 6 نفر قد توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. مين؟ بقية 10 يعني كان منهم بالتقديم بالتقدم في الإسلام سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثاني من أسلم من الرجال، ورجل من 2 أما النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. سيدنا سعد بن أبي وقاص خالي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان صهر النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره. وسيدنا طلحة بن عبيد الله. وسيدنا الزبير بن عوام. دول ايه؟ دول 6. بس حط لهم شوية شروط، قال 6 يجتمعوا، لو 3 قبل 3 وما اختاروش حد، الكفة اللي فيها عبد الرحمن بن عوف ترجح، ويستشار عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني يستعان به يسأل وكذا وبتاع، بس عشان مثلا ما تفهمش ان عمر بن الخطاب عايز يولي ابنه، يقول لك ما ابن الخليفة وبتاع، فقال وليس له من الأمر شيء، يعني يحضر القسم. شوية قواعد زي كده يعني، وتركهم. طبعا آلت إلى في الأمور في الآخر إنه هو في سيدنا عبد الرحمن بن عوف في أول الأمر قال إيه؟ في حد يتخفف من المهمة، يعني هو طبعا كان أسنهم أسبقهم في الإسلام. عبد الرحمن بن عوف تاني راجل أسلم، فقال لهم حد يتخفف، فكل واحد أوكل لآخر. فسيدنا سعد أوكل عبد الرحمن بن عوف، قال أنا أتنازل لعبد الرحمن. وسيدنا طلحة والزبير كل واحد تنازل لعثمان، وواحد تنازل لعلي بن أبي طالب، فتبقى بيه إيه؟ 3: عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال لهم تكلوا الأمر إليه، الاختيار على ألا أختار نفسي، يعني أنا هطلع بس أنا بقى الحكم بينكم. فاتفقوا، قالوا له خلاص. يعني عبد الرحمن بن عوف فما زال يسأل أهل المدينة، حتى يقول حتى سأل النساء في خدورين، سأل حتى الأبكار في البيوت، يعني تختاروا مين أو تشوفوا مين. فقال فما وجدت الناس يختاروا على عثمان أحد. طبعا عثمان من ناحية الاختيار يعني إيه، يكفي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا لو ليا بنت تاني كنت جوزتها، يعني حتى لو في الرواية قال له لو معايا 40 واحدة ورا بعض هجوزهم لك برضه. فواضح إن هو إيه صفته الأخلاقية هادي وطيب وبتاع، ويعني سيدنا عثمان يعني كما وصف يعني من ناحية الأخلاق والهدوء والحياء وبتاع. فالناس اختاروه على سيدنا علي بن أبي طالب، وهو خيرهم في الأول، قال لهم يعني
انت تعاهدني لو الناس كانت اختارتك ان انت تحكم بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، تسير في الناس بسير ابو بكر وعمر وكذا. ثم اخبرهم بان الناس قد يعني مالت الى عثمان، فاستقروا على عثمان فبايعوه وخرجوا فبايعه الناس. بهذا كان المسلمين تقريبا الوضع اللي هو في بدايه خلافة عثمان. هذه الرقعة هي التي بدأ بها خلافة عثمان بن عفان. يعني سيدنا عثمان بن عفان بصوا كده راح سيدنا أبو بكر بعد حروب الردة صفت له الجزيرة بس، جزيرة عربية بس، خلاص. سيدنا عثمان عمر بن الخطاب، عمر وابو بكر سايبين له ده اللي هو ايه، كل ده تحت إمرة عثمان بن عفان. فبداية مستهل خلافة عثمان كانت مصر وبرقة في ليبيا حاليا، وجزء من أفريقيا اللي هي جزء من تونس، يعني مسلمين على تخوم تونس، والشام كلها اللي هي الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا حاليا، وجزء من ديار بكر في جنوب شرق تركيا دلوقتي، والعراق كلها، وجزء من أرمينيا، وجزء من أذربيجان، وفارس إيران الحالية. والمسلمين قربوا يروحوا السند، قربوا يروحوا اللي هي باكستان حاليا. ده كله في خلافة أبو بكر الصديق وخلافة عمر بن الخطاب. ده اللي هيستهل بيه سيدنا عثمان بن عفان خلافته. لو حد عنده سؤال أو تعليق يتفضل. لا عمر بن الخطاب كان اختار الستة اللي تقع بينهم القرعة وتوفي من أثر الطعن يعني، وترك الأمر. وهو يعني كل ده وقع في وعمر بن الخطاب بعد وفاته، اللي هو ان هو كل واحد يترك وعبد الرحمن بن عوف يبقى حكم على نفسه. كل ده بعد وفاة عمر بن الخطاب. كان ايه سبب طعن عمر؟ كان ايه الخلفيه ان هو طعن عمر؟ في ناس بتقول الحقد العام للفرس، لان عمر بن الخطاب في نظر الفرس، حتى ده موجود في التراث الشيعي الفارسي بالذات، هو تقريبا اللي جاب لهم ذره في الحضاره بتاعتهم. يعني في خلافه عمر بن الخطاب المسلمين دمروا الحضاره الفارسيه. فمن الناحيه دي انا كراجل فارسي شايف الراجل اللي قدامي ده هو اللي شرب الامه بتاعتي. يعني هو كان مكان نفسه، ما كانش في حد؟ لا طبعا في تفاصيل. طبعا احنا يعني في السرد هنا في الدوره دي ما فيش اعمق من كده يعني. طبعا هو قتل حد يعني بقتل عمر، قتل هرمزان قائد الفرس اللي كان اسلم في خلافه عمر، عبيد الله بن عمر اظن، قتلوا بقتل عمر لانه شوهد هو وابو لؤلؤة المجوسي ومعاهم خنجر شبه اللي قتل بيه عمر بن الخطاب، ولانه ابو لؤلؤة المجوسي الناس قتلته او هو قتل نفسه لما اجتمع عليه ناس، وقتل عمر بن الخطاب وناس تاني على فكره، قتل عدد كبير من الصحابه في الصلاه، لانه طعن عمر وجري، فالناس جت تمسكه فطعن كل اللي قبله. فلما اكثر في الناس الطعن، دي صلاه تخيل في صلاه الفجر عدد ناس كتير، ففاح واحد من المسلمين عليه رداء راح رميه عليه. فبيه ايه؟ مش هو مش لما حس ان الناس خلاص هيتمسك فطعن نفسه، قتل نفسه. فابن عمر بن الخطاب عنده عبد الرحمن وعبيد الله وعبد الله بن عمر، راح قتل هرمزان على طول. فشرعا ده لا صح. ليه؟ لانه هو انت ده ظن، فمفيش بينات وكذا، فكان هيقتل بيه. ففي اول حاجه من القضايا اللي قضى فيها عثمان بن عفان في اول خلافته، جابوا ولاد الهرمزان وكانوا مسلمين وابوهم اسلم في خلافه عمر في حصار تستر، فحصن بتاع فارس. فقال لهم يعني ان اردتم الا نجمع على المسلمين قتل عمر وابنه فافعلوا، والديات ادفعنا من مالي، يعني يتحملها عثمان من ماله. فربهم فرضوا،
ولم يقتل به، يعني لم يقتل ابن عمر بن الخطاب، بس السبب ان هم ولي الدم قبل بالدية، والا لو لم يقبلوا قتل، لانه هو قتل بظن، والقتل لا يقع بهذه الطريقه. يعني لو حد عنده سؤال او تعريف. هو الشبه اللي قلت لنا ان هي اللي بعتها سيدنا ابو بكر سيدنا خالد لما كان ليهنك الحظ ابا سليمان. بحثت عنها على الانترنت، يعني اللي طلع لي ان هي كأن سيدنا ابو بكر كان بيلوم سيدنا خالد. ايوه خالد هو اول حاجه عمل من غير ما يقول له. اثنين، لا في تحليلات ثانيه طبعا احنا احيانا كنا بندرسها حتى من الادب، اللي هو فكره عايز يقول له يعني حد يعمل كده يعني ايه اللي هو مش للدرجه دي، بس هو طبعا جزء منها مخالفه الامر، ان هو انت تستاذني اسال الخليفه قائد الجيش بتاعي فين، يقولوا بيحج يعني انا سايبك في العراق وقايل لك روح الشام، هو قال له ما عملتش حاجه، انا رحت حجيت رحت الشام ما حصلش حاجه، انا لحقتهم. بقول انا عارف طبعا مع التحليل، انا فاكر درسناها في وقت محفظات كنت حافظها يمكن يعني هو لوم باعجاب، عايز يقول له يعني ايه انت كده حتى نفسك ممكن تعجبك، يعني اللي هو انت عارف انت بتعمل ايه. يعني انا رحت نكدت على الكفار هنا، لحقت الحج بسرعه، رحت نكدت على الكفار هناك، اللي هو حتى انت ممكن العجب يدخل ليك، يعني اللي هو فكره ايه. فالخطاب فيه الاثنين، عمر بن الخطاب مش بتاع خطابات عزله، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم انت ابو عبيده بن الجراح اميرك خلاص. من النوادر التي وقعت عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ضعيف البصر في الظلام لا يفرق بينهم، اثنين طوال واثنين صلع، سيدنا خالد كان اصلع، سيدنا عمر كان اصلع، فالهيئه والحجم وهم الاثنين كانوا وصفهم يقول لك لو واحد متوسط الطول فوق فرس طول عمر اللي هو حد يعني خالد كده، فواحد من اشياع خالد بن الوليد يعني فماشي، فقابل عمر بن الخطاب في المدينه بالليل، فراح داخل يكلمه، ويبدو ان الراجل كان نظره ضعيف او حاجه زي كده، على اساس ان هو مين، فقال يعني ايه يعني قد فعلها ابن الخطاب وعزاك، والله لو شئت يا ابا سليمان ملأنا عليه الوادي خيلا ورجلا وبتاع، عادي ايه داخل الدخله بتاعت اللي هو ايه اللي هو لا انت هو ناسي نفسه ولا ايه، ده ابن الوليد، يعني بني عدي سواء عموما او عمر بن الخطاب من ناحيه خالد بن الوليد وابوه، لا من ناحيه الجاهليه، لا خالد بن الوليد حاجه ثانيه خالص، وسيدنا ابو سفيان حاجه ثانيه خالص من ناحيه السياده يعني. وعمر ساكت، وبعد كده حكى الراجل اتم كلامه وبتاع وانصرف خلاص. تاني يوم عمر بن الخطاب في المجلس، ودخل عليه خالد بن الوليد خلاص، ودخل عليه الراجل، فعمر بن الخطاب عايز يفهم الراجل بس بطريقه، فقال لي سيدنا خالد بن الوليد ما فعل الرجل الذي حدثك البارحه؟ فقال لم يحدثني احد. قال الله، قال الله والله ما حد هكلمك. قال له الراجل بص خالد بن الوليد، يعني انت خالد بن الوليد ما تكذبش. فما زال به حتى فطن الراجل، يعني انا ما كذبت، ما جابنيش انت يا مولانا. حتى هو في روايه ثانيه ان حد كان بيكلم خالد بن الوليد فقال له نفعل ونفعل، يعني حميه لخالد، فقال فتنه وابن الخطاب. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ابعد الناس عن الفتنه وابصرهم بالفتن قبل ان تستعظم هو عمر بن الخطاب، بل ده ممكن يتالف لوحده باب في فن السياسه الشرعيه، اللي هو ايه قبل مش المساله تحصل. يعني هو قال لك خالد ده لو كمل كده ممكن يعمل اعزله. الناس اشتكوا من سيدنا سعد بن ابي وقاص، سعد بن ابي وقاص ده واحد من الناس اللي هو هيوصل بيه الخلافه بعد ما وفاته. كان راجل خال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الاثنين جمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم اباه وامه، ولا يرمي سعد بابي انت وامي في احد. وكان لما كان الناس حد يكون جاي يجي داخل عليه سعد بن وقاص يقول ايه هذا خالي فليريني احدكم خاله، حد ومن 10 مبشرين بالجنه، وسبع اسلموا في الاسلام، وبلاء وبقي كل ده
واهل اظن الكوفه او كان اللي ولاهم عليهم سيدنا سعد كان اميرهم وهو اللي فاتح هذه الارض، يعني هو قائد القادسيه وبتاع. شكوه لعمر، فعمر قبل الشكوى وبعت واحد يسال عنه، فالناس اثنوا على سعد خيرا وقالوا لا الكلام ده مش صحيح وبتاع، لغايه ما واحد قام له قال له لا والله لا يقسم لا يعدل بالسويه ولا وقال في كلام، قال له ولا يحسن يصلي. فجابوا سيدنا سعد وقال له الناس تقول كذا وكذا وقال الان ويقولون لا تحسن تصلي. سيدنا سعد قال انا لا احسن اصلي، قال والله اني اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا الراجل ده بنقول يعني ايه، يعني جزاه الله خيرا من ناحيه، وطبعا عليه الله نستحق من ناحيه على كذبه على واحد من اولياء الله زي سيدنا سعد. ان هو ايه اطول حديث في وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث ده. قال له انا ما بصليش، طب انا اقول لك وصف الصلاه صلى الله، ووصف صلاته وصف كامل. فعمر الخطاب قال والله لا اعلم يعني الشيء اشبه بصلاه النبي الا كما قلت، هو ده اللي النبي كان بيعمله فعلا. فاحنا طبعا احنا سعداء جدا ان الراجل ده الكذاب كده خلاص. وسيدنا سعد قال اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فاللهم اطل عمره واذهب بصره وعرضه للفتن. لو كان صادق، لو كان كاذب. فالرجل ده ادركه بعض الناس الرواة بيقول كبر جدا في سن، يعني قعد 100 سنه وعايش. ايه؟ اطل عمره دي دعوه عليه. عياذا بالله، لو اطال الله عز وجل عمرك واوقعك في الفتن. هو اطال عمرك في الخير يبقى حاجه حسنه، لو اطال بقائك في الفتن حاجه سيئه. فهو الدعوه ممزوجه كلهم على بعض خلاص. فالراجل كان شافه بيقول ان هو ضعف بصره وطال عمره، وكان يتعرض للبنات الصغار يعكسهم في الشارع حاجه زي كده. فكان واحد يقول له طب انت لا تستحي وانت راجل كبير؟ يقول شيخ اصابته دعوه سعد، وكان سيدنا سعد من مستجاب الدعوه، فاصاب فعلا اصابته. بعد القصه دي عمر الخطاب كمان ان هو كذب، عزل سعد بن وقاص، عزله. الله حتى لا يتحدث الناس يقول لك عشان مع بعض وعشان خاله وقريبه ومع مش من قريش مع بعض، هم عزلوا. وده اللي اتقال في عثمان وقتل بسببه، ان هو يولوا قريبه ولا يعزلهم ولا يسمع فيهم كلام الناس. عمر قال له هو مضايقكم سعد؟ برأوا امام الناس وعزلوا. حلو كده في حيث ايه؟ مفيش بسم الله الرحمن. مره ماشي كده ليه نوق واضحه سمينه وتقيله وبتاع مش عارف، قال لهم ايه ده بتاعت مين دي؟ قالوا له دي بتاعت عبد الله بن عمر، عبد الرحمن بن عمر ابنه، نصها خدها وحطها في بيت المال. فجاله قال له دي فلوسي وبتاع مش عارف، قال له تخرج بالنوق. فقال له انا برع زي ما الناس بترعى، مش انت عامل حمل؟ طبعا في ايه مراعي تبع الدوله، فيعني الناس كلها بترعى فيه بما فيها. فطبعا الناس قالوا نشوفها ارعوا نوق ابن امير المؤمنين، اطعموا نوق اسقوا. قال له لا والله ده انت واخدها عشان انا عشان جاهز سلطه، خد نصها. اللي هو ايه؟ مفيش فتنه ولا الناس يقول لك طب ونعين قبل ما يكون له هذا ناخد نص هذا، ده مفيش هذا مين انا هاخده خلاص. سيدة عتيكة زوجة عمر بن الخطاب ومن احب زوجاته الى قلب، مره حد من النساء سيدنا عمر بن الخطاب قال لها انت ست حكيمه عاقله وبتاع، وانا جاي في طيب دخل بيت مال المسلمين، فالناس لا تنتفع به، هو كميات ضخمه، فعايزين يقسم الى كميات صغيره بحيث لو حد من المسلمين هنديله ايه حتى صغيره. فقال لها ايه انت ميزانك دقيق وبتاع تقسمي حتت صغيره. فالستات قاعدين معاها في البيت وهم بيقسموا، فهي تقسم. طبعا الواحد لما بيشتغل في شويه في حاجه يجي على ايده وبتاع، فهي تروح. طبعا البيوت وقتها كان تراب وطين، الارض عادي تراب، تمسح ايديها في التراب تمسحها في الحيط. فقالوا انا خملتي جنتي بتعمل انتوا ما انتوا ما شفتوش عمر بن الخطاب عمل ايه؟ داخل مره اول ما قال تقسم ثاني يوم دخل قال لا ايه الريحه؟ قالت له ريحه الطيب اللي احنا. قال لا مش البيت اللي ريحته، انت اللي ريحتك. قالت له ما يعلق في يد المرء، يعني انا بشتغل فبهدلها فلوس المسلمين ما بديهم فاهم يعني اقطع صوبعي وبتاع. فهي قالت لهم لا ما شفتوش اللي هو فده واحد زي ده، واحد زي ما عمر بن الخطاب ده مش الفتنه هتبدا فيش فتنه
مفيش فتنه لا خالد بن الوليد ولا اقارب ولا مش عارف ايه. فكره التوريث مهمه جدا. سيدنا عبد الله بن عمر يحضر وليس له من امر شيء. ليه؟ عشان محدش ايه اليمين شمال. فلا يعني فكره جمع السنه انه ما يجمعش السنه، اقول لك لا عشان ما لا يختلط على الناس حاجه غير كتاب الله. فكره نهي الصحابه عن زواج من الروميات، فكره يعني لا الراجل ده يتمسك يتحلل كده تحليل مظبوط تطلع منه بشغل يعني. رضي الله عن عمر بن الخطاب. كان سيدنا انس يروي حديث يقول جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فساله وقال يا رسول الله متى الساعه؟ فقال له وماذا اعددت لها؟ فقال لا كثير صلاه ولا صيام ولكني احب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يحشر المرء مع من احب او الرجل مع من احب. فسيدنا انس يقول فما فرحنا بحديث في الاسلام فرحنا بهذا الحديث. فيقول سيدنا انس وانا اقول بقول انس رضي الله عنه فاقول فانا احب رسول الله وابو بكر وعمر. ودي حتى دايما ايه حد من اولاد سيدنا علي ساله قال له حب ابو بكر وعمر من السنه؟ فقال لا فرض، لانه نحن نحب بحب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم شكر الله لكم. ان شاء الله المره القادمه نستهل خلافه عثمان بن عفان. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.